بالمحافظة على فروق التوقيت. درجة الحرارة في الظل 25 وده كويس للزواحف، واحتمال يبقى جو هايل لكسل في السرير او النوم. او اقول لك الاحسن، عمل تمرينات للمخوفتية. اصحى يا شلبي. انت كنت بتصحيني ولا بتتكلم في الراديو؟ امنع الكلام وركز في التمرين يا مقلبص. احرق الشعب. يا مساء الرعب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يلا يا جماعه، طيب بقى نحط اللينك على الواتساب، ولو في اي حد مش لسه ما دخلش اعملوا له منشن. اوكي، يلا نتجمع عشان نبدا على طول ندخل في الحلقه. اوكي، في حد يا هدى، محمد صافي يا هدى بيسال في البوست بتاعك فين اللينك، يا ريت تحطيه على الواتساب، وكمان برضو على البوست اللي انت منزلاه، وطمنوني كده الصوت ايه تمام. احنا طبعا معانا الحلقه النهارده الصراحه مميزه جدا، انا متحمسه ليها. اوكي، اهلا بيكم كلكم، منورين كلكم، هدى ومنار واميره وشهد ضياء. يلا يا جماعه، اللينكات بقى زي ما وصيتكم تتبعت في كل حته عشان نبدا على طول وكله يتجمع. عاملين ايه؟ ازيك يا نور؟ ازيك يا نور، عامله ايه؟ ومين تاني؟ ومحمد شعبان، حلو يا محمد، اعمل منشن. لا، احمد ما دخلش من ساعه تقريبا الحلقه اللي هي كانت مريحه معانا فيها. اوكي، مين تاني معانا؟ واسلام وهدى وحفصه. ازيك يا حفصه؟ ونشوى، لازم امسي عليكي يا نشوى علشان مش بمسي عليكي بتحصل مشاكل. وجنى ابراهيم ومحمد صافي، اخيرا يا صافي اخيرا. سلم لي على صافي الصغيره وسلم لي على ايه، من زمان قوي بجد انتوا ما دخلتوش على الراديو وما حضرتوش حلقه، فان شاء الله تبقى الحلقه دي حلوه وتعجبكم باذن الله، عشان احنا معانا بجد يعني ضيفه مميزه قوي قوي، وانا مبسوطه ومتحمسه في نفس الوقت جدا للقاء ده. ف اول ما نحس ان احنا اوكي تمام وكلنا اتجمعنا، هنبدا على طول في اللقاء. ماشي، جنى ويوسف. محمد بيقول انا وصلت قبل اميره. طب حلو يا محمد. اوكي تمام ماشي، شكرا يا شهد وشكرا يا جنى. عايزين بقى على الواتساب يا محمد حط اللينك عشان كله يبقى موجود وكله يدخل. منور يا يوسف، منوره يا اسراء. ايوه عارفه والله يا نشوى. تمام يا محمد، خلاص زي الفل زي الفل. طيب احنا معانا النهارده الكاتبه، والله وانا عايزه اقول الفنانه قبل الكاتبه، يعني مي عصام. وهي طبعا هتعرفنا اكتر على نفسها وهتعرفنا اكتر على يعني مسيرتها في السكه بتاعت الدوبلاج وفي عالم الكرتون. بس انا برضو حابة ان انا اعرفكم نبذة سريعة كده. وليه بقول انها فنانة؟ لان هي مش بس كاتبة ومترجمة ومعدة للحوار، لا هي كمان كانت فنانة وهي صغيرة وبتمثل من الصغر، يعني من وهي عندها تقريبا مثلا 6 سنين. وهي تصحح لي طبعا المعلومات، اللي انا بقولها ازاي كمها. فهي بتمثل من زمان جدا ومن هي طفلة، وكانت من ضمن الأطفال المشاهير في فترة الثمانينات والتسعينات، اللي هم كانوا بيمثلوا مع كبار الفنانين. يعني مش مثلا بتمثل عادي، لا ده مع كبار الفنانين. فأنا بصراحة مبسوطة جدا ان انا اتعرف على شخصية جميلة زي دي. فهي معانا دلوقتي بنفسها علشان نبدأ الحلقة مع بعض. وزي ما قلت لكم يعني هي بدأ المسيرة في الفن من زمان، مش جديدة على عالم الفن. فهي معانا هي أستاذة مي عصام، منورانا. نوركم، ازيك يا سارة؟ أنا تمام الحمد لله، ازي حضرتك؟ ازيكم كلكم؟ أيوة بتسلم عليكم كلكم، هم كلهم معانا. وأنا برضو هقرأ لحضرتك الكومنتات
علشان نبقى ايه متواصلين مع بعض. اوكي. اوكي طيب انا قلت نبذه سريعه قوي، ولكن طبعا انا احب اسمع من حضرتك لان انا عرفت بقى ان دي اللي معانا دي فنانه، مش مجرد يعني حد كده كاتب بقى ولا الكلام ده، لا احنا ليفل اعلى من كده بكتير. عملت السيرش طبعا امال ايه، طبعا لازم اعمل سيرش. لا بس انا بقول لكم انتوا شاطرين، ربنا يخليكي، دي شهاده كبيره قوي. انا على فكره ملهاش علاقه والله العظيم بالفيديو، انا من زمان وانا نفسي حاطه لسته كده للويش ليست بتاعت الناس اللي نفسي اتكلم معاهم واستضيفهم، وحضرتك كنت ضمنهم يعني. فلما حصل ربنا يخليك، لما حصل الصدفه دي وان هو وصل لحضرتك الفيديو، قلت ده بقى هو ده، دي اشاره بقى يعني، ده الوقت المناسب. مش عارفه اقول لك اتبسطت بيه ازاي والله بجد والله، يعني مش عارفه، احنا اللي مبسوطين من رد فعلك، يعني رد فعلك بالنسبه لنا كان مفاجئ اصلا. كلهم بيمسوا عليكي دلوقتي، فانا هسيب لحضرتك بقى المايك تشرح تقول لنا يعني زي هيستوري بسيط قوي او باك جراوند كده بسيط، مين هي مي عصام؟ اوكي، مي عصام لما ابتدي من زمان قوي، فانا ابتديت في التلفزيون، من اطفال التلفزيون. لو تسمعوا عن البرلمان الصغير، انا عارفه ان قلتلكوا كلكم صغيرين يعني، ماشي بس هنتكلم في الحته دي بعدين. سمعتوا عنه يعني اكيد. كان برنامج مشهور جدا في التسعينات اسمه البرلمان الصغير، ده كان بيبقى اطفال اللي بيقدموه بيبقوا عاملين زي مجلس شعب صغير كده. اطفال لامدين، بيبقى اليوم سكريبت بيبقوا حافظينه بيقولوه. فانا كنت طفله من اطفال البرلمان، والحقيقه البرلمان بيبقى يعني مجال انه بيفتح مجال التمثيل يعني للاطفال اللي بيظهروا فيه. ايوه فيعني كتير ظهروا فيه وبقوا نجوم اطفال يعني نجوم. فانا كنت الحمد لله يعني ربنا كان كاتب لي ان انا ابقى واحده منهم، دي كانت حاجه حلوه ساعدتني كتير. فدخلت بقى التمثيل من الحته دي. مثلت بقى برضه زي ما انتي قلتي فتره الثمانينات والتسعينات. قعدت اشتغل لغايه ما وصلت خلصت لغايه ثانويه عامه. طب بس انت لا، انت بتفوتي حاجه مهمه جدا. انت بتفوتي ان حضرتك مثلتي مع حد زي احمد زكي، مع حد زي فردوس عبد الحميد، الهام شاهين، خالد النبوي. ايوه طبعا. ازاي يعني، ازاي تفوتي حاجه زي كده؟ هي دي بقى، لا دي محطات التمثيل بقى نفسها يعني، اللي انا عملت شغل كتير سنين طويله، بس دي كانت اكبر محطات فيهم، اهم محطات الحقيقه. وحاجات يعني كانت فرصه لحد في سني ما بتتوفرش لناس كتير يعني. الحمد لله ربنا كرمني بيها. اترشحت لدور هدى جمال عبد الناصر فيلم النصر 56، ووقفت قدام طبعا العملاق احمد زكي. ده كان من حظي ومن نصيبي الحمد لله. تحفه، حاجه تحفه الصراحه حقيقي. وبعدها لا تقريبا كان في نفس الوقت كان فيلم المهاجر مع خالد النبوي. مع خالد النبوي طبعا، اخراج العظيم يوسف شاهين. طبعا. فبرضه دي كانت فرصه كبيره الحمد لله. وزي ما بتقولي عملت مسلسل كان مع إلهام شاهين اسمه براري والحمول. وكنت بنتها، وكان برضو كان دور لطيف جدا يعني. الحمد لله يعني ربنا كتب لي فتره كده من حياتي مختلفه صح فعلا. هو بيقولوا لك في الكومنتس اهو، محمد شعبان بيقول كان معاكم كمان هادي خفاجي، وكان عامل دور صعيدي فادي ولا هادي؟ انا بتلخبط، كلنا بنتلخبط ما بينهم. فادي الكبير. بصي اخوه بقى اللي عمل اخويا في النص 56، اخوه الصغير اللي كان عامل اخويا الصغير في النص 56. فانا لا مثلت مع العيله كلها، مع العيله كلها. ومحمد بيقول لك، محمد مصطفى بيقول لك اطفال. انا برضه عايزه اقول لك ان احنا التارجت بتاعنا اصلا هم الناس بتوع الثمانينات والتسعينات، احنا مش معانا اطفال، مفيش اطفال دلوقتي حقيقي. والله كلنا بنحب نسترجع الذكريات بتاعت الوقت ده، عشان زي ما حضرتك قلتي كده. وعايزه يعني بعدين نتكلم في نقطه البرلمان الصغير ده، انا حطاها هايلايت كبير جدا، ان قد ايه زمان كانوا بيهتموا ببرامج الاطفال بطريقه يعني كبيره جدا، يعني برنامج له تكلفه. وحضرتك اهو احنا مفتقدين ده دلوقتي جدا جدا. فكنا عايزين برضو نتكلم عن النقطه دي، بس هنكمل بقى المسيره بعد بقى. بعد الثانويه العامه حضرتك بقى يعني زي ما تقولي فضلتي انك تهتمي اكتر بالحته بتاعت الدراسه. بالظبط. في البيت قالوا لي لا خلاص، التمثيل بياخد وقت طويل جدا. طبعا يعني التصوير واللوكيشنز وسفر لا يعني بياخد وقت طويل من حياتنا. الحمد لله ان انا كنت قادره اوفق يعني بين المدرسه والشغل طول السنين ديت.
بس جيت ثانويه عامه بقى وفي البيت قالوا لي لا مش هينفع كده، لازم تركيز. قلت لهم طب انا عايزه ادخل المعهد. اوكي كل يعني زمايلي دخل المعهد كله اكيد دخل المعهد تقريبا. كله في المعهد اشمعنى انا؟ فكان الرد الطبيعي اللي في كل البيوت طب خشي الكليه الاول انت وجيبي شهاده وبعدين اعملي اللي انت عايزاه. طبعا دخلت الكليه، بس يعني وانا دخلت اداب اعلام، فكان الموضوع مش بعيد يعني، درست برضه اعلام. فاكتفيت بقى ساعتها، قلت لا خلاص ولا معهد، كنت بطلت بقى تمثيل والدنيا خدتني وكده. فحسيت خلاص انه انا مرحله الطفوله ديت اللي قضيتها خلاص بالشكل ده وصعب اكمل يعني. بس توقفت بقى عن النقطه دي. يعني بعديها بقى خلاص ما جيناش تاني ناحيه بقى التمثيل ولا ناحيه الحاجات المرئيه اللي من ناحيه السينما والتلفزيون وكده؟ والله يعني عملت مثلا وانا في الكليه حاجه او اتنين، يعني مع مثلا مخرج هاني لاشين، هو مخرج كبير وانا اشتغلت معاه كتير وانا صغيره، فلما بعت لي في دور وانا في كليه عملته، يعني رحت عملت الدور وكده. وبعدين حسيت انه لا انا كنت حابه وانا صغيره. يعني كنت حابه المجال ده كده وانا صغيره لكن لما كبرت لا ما حسيتش بصراحه اني قادره يعني اكمل كده. طيب وامتى بقى بدأنا في اتجاه الاعداد والترجمه وكده؟ لا بعد سنين طويله بقى. يعني انا ابتديت شغل هنجيبها من سكه تانية. توقفت بقى خالص. بقالك كام سنه في الموضوع ده؟ بقالك كام سنه فيه؟ يعني تقريبا دلوقتي حوالي 14 15 ما شاء الله. سنة. واو. تقريبا. فانا ابتديت لا متاخر، يعني كنت انقطعت خالص عن المجال وما اشتغلت سنين طويله. ف لحصل انه حسيت انه فجأة لا انا عايزه اشتغل. انا مفتقده المجال ووحيد والجو ده بيبقى عنده بيبقى عنده موهبه ومتمارس فيها سنين، بيبقى الموضوع برضه بيوحشه. اكيد. بس كنت عايزه ارجع بس بشكل مختلف. ايه هو بالظبط ما كنتش يعني محدده. ف ربنا ألهمني. انا كان زميل ليا كان عايز عليا جدا سنين طويله، هو حسام عادل. تمام. هو دلوقتي زوجي العزيز دلوقتي. طبعا يا جماعه على فكره هم هيعرفوه لو شافوا شكله، يعني لان هو طبعا من الوجوه المألوفه قوي قوي وكلنا عارفينهم. طبعا ممكن الاسم ما يبقوش فاكرينه قوي بس هيفتكروه طبعا لما يشوفوا شكله، انه مثل في حاجات كتير جدا كلنا بنحبها يعني ونتفرجنا عليها. حسام كان من اشهر اطفال التلفزيون، وبعد ما اتخرج يعني دخل في المعهد فنون مسرحيه واتخرج دلوقتي بقى له سنين طويله، يعني دلوقتي فنان قدير. لجأت له ساعتها قلت له حسام انا يعني هو كان مشتغل، انا عارفه انه شغال في الدوبلاج وسنين طويله ومخرج مهم في الدوبلاج ممثل مهم في الدوبلاج. فلجأت له قلت له انا حابه ان انا اعمل كده. قال لي يا مي انت تشتغلي في الاعداد. قلت له اعداد ايه؟ انا مش فاهمه. يعني قصدك ايه بالكلمه دي اصلا؟ اوكي. ما كنتش لسه عارفه اصلا ان في حاجه كده يعني. خالص. خالص يعني، رغم اني زي ما انت تقولي موجوده في الكارير من فتره طويله، ويعني المفروض ان انا دايسه فيه يعني. فقال لي الترجمه والاعداد للدوبلاج، يعني السكريبت اللي احنا بنمثله ده في مترجم بيعمله معد بيعمله. فقلت له انا فاهمه الترجمه دي سبتايتلز بس كده. قال لي لا ده موضوع كبير وانا شغال فيه وكده، ولو عايزه انا ادربك عليه واساعدك فيه. قلت له ايوه طبعا حابه جدا اعمل كده. فده اللي حصل فعلا، دربني عليه وقعدت اشتغل كتير معاه. بعدها اتجوزنا. هي دي الحاجات الصح. هي الكرتون دايما اخرته حلوه. لا هتلاقي كل حاجه ربنا مرتبها مقدره كده يعني. طبعا التمثيل، مجال الدراسه، اصحابي مين، مشيت ازاي، يعني سبحان الله ربنا مرتب كل حاجه عشان اوصل في الاخر ان انا يبقى ده مجالي، يبقى ده زوجي، يبقى دي حياتي. سبحان الله كل يعني حاجه مقدره. هو دلوقتي في شويه اسئله انا لازم الحق اقراها قبل ما تضيع، يا جماعه اللي هنسى السؤال بتاعه يعني معلش اكتبوه تاني بس عشان الكومنتس بتطلع لفوق. طبعا كله بيسال هو عمل ايه، استاذ حسام عمل ايه وايه الحاجات بتاعته. هنتكلم برضو عن النقطه دي. بس محمد شعبان بيقول الوحيده اللي بتقدر تقلش بالفصحى ده يعني قال لي لازم تقول لها كده. انا قلت طيب انا بس لازم احب طبعا يعني اقول انه كل الشغل الثياتريكال
اللي اتعمل. ده شغلي انا وحسام، احنا تيم مع بعض شغالين سوا. بالظبط. كل الشغل الثياتريكال ده شغلي انا وحسام. كل حاجه اتذاعت في السينما، افلام سينمائيه اللي اتعملت كلها، فده التيم ورك ليا انا وحسام، مش شغلي لوحدي خالص. تمام. لكن مثلا هتلاقي في اعمال على نتفليكس وكده، ده شغلي. وطبعا كنت برجع لحسام فيه، يعني لو احتجت لحاجه زنقت في افيه طيب حاجه. طب انا برضو عندي سؤال. يعني طب هو استاذ حسام بيشتغل كمخرج طبعا وكمعد، وفي نفس الوقت برضو له اعمال صوتيه، يعني هو طبعا اتجه برضو للحته دي طبعا. ليه بقى انت ما فكرتيش ان انت تعملي حاجه بصوتك؟ ده انت عندك باك جراوند قويه جدا يعني. ايوه بس انا بحب صوتي. ايه ده؟ بكلمكم دلوقتي كلنا بنقول كده على فكره. طب انا اول واحده بقول كده، بس انت صوتك حلو قوي يعني. انا بكلمكم دلوقتي متوتره ان انتوا سامعين صوتي اساسا. لا صوتك حلو قوي وحنون جدا، يعني في نبره حنيه كده حلوه قوي. اشكرك جدا. يعني هو والله يعني زمايلنا كتير في الشغل قالوا لي لا صوتك مميز جدا. قال لي وينفع وجربي، قلت لهم لا انا مبسوطه كده في الاعداد والترجمه، بعمله بمزاجي. وبعدين هو الاعداد والترجمه فيهم حته تمثيل، يعني طبعا. احنا المفروض ان احنا بنكتب السكريبت وبنعمل له الاعداد بتاعه، انت بتمثلي مع الكلام، مع الجمله. ايوه مع الجمله، وبتقوليها بايقاعها وبتقوليها بادائها عشان تطلع مظبوطه، ديوريشن وكل حاجه. صح. فانا لا يعني الحمد لله الموضوع بالنسبه لي كده مكتفيه الحمد لله. بس انا والله انا اطمح وبترجم وبالف وكل كده حلو. بس والله انا نفسي انك تجربي. انا نفسي والله بجد تبقى حاجه والله حلوه. انتوا صعبانين عليا ان انتوا سامعين صوتي دلوقتي. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ لا والله ابدا، مش متخيله. صوتك فيه نبره جميله قوي، يعني تنفع في ادوار الامهات وادوار البنات اللي هي الراسيه والعاقله. حلوه جدا. والله شكرا. طب هم بيسالوا دلوقتي يا جماعه بالراحه عليا، واحده واحده بس. هي في اسلام خالد بيقول هل في الفيلم بتاعهم كان في جمله اتقالت بالمصري اللي هو قلبي وقع في رجليا؟ هل دريم ووركس بتسمح بحته الدمج؟ طبعا احنا شفنا ده اوريدي كحاجات افلام اتعملت دمج ما بين الفصحى والعاميه. هل هم بيطلبوا؟ كان بداية الهايبرد، عملوها كده على استحياء يعني في الفيلم. كانوا موافقين ولا مش موافقين؟ أول حاجة نعم، يعني هم كانوا موافقين أصلا على الكونسبت إن يبقى فيه عامية؟ هم اللي طلبوها. هم اللي طلبوا الجملة بعد ما اتعمل الفيلم وكل حاجة. يعني بعد ما خلص إعداد وكل حاجة يعني حبوا يضيفوا جملة عامية. ده كان يعني مجرد تجربة، جس نبض كده إنه ينفع هايبرد، الناس هتتقبله مش هتتقبله. أيوه. بس لكن فيلم هوم بصراحه كان من احب الافلام الحقيقه. ما احنا هنيجي بقى للحته دي، بس قريب كله عمال يقول لحضرتك دلوقتي صوتك تحفه، صوتك جميل، صوتك مميز. انت طبعا اكيد هتقري الكومنتس كلها بعد ما نخلص الحلقه عشان مش هعرف اقرا كل حاجه طبعا. بس طيب في سؤال تاني والله يا جماعه اكتبوا معلش تاني عشان في واحد انا قريته ونسيته. بس كانت هدى بتقول ايه اكتر فيلم حضرتك عملتيه وحاسه ان هو اندر ريتد شويه او مش واخد حقه؟ بصي هو الحقيقه انه اللغه العربيه عندنا مش واخده حقها. يعني انا عارفه انه في مصر هنا احنا بنحب العاميه. الحقيقه يعني بتبقى قريبه قوي مننا. وبعدين الافلام اللي تربينا عليها كلها، الكتابات الناس العظام اللي قبلينا كانت عاميه قبل ما كان يلتفتوا بقى في الاول. قبل ما ياخدوا بقى المنحى اللي هو نعملوا لغه عربيه وكده. فاحنا اتربينا على عاميه. فالافلام اللي اتعملت لغه عربيه افلام كتير حلوه جدا جدا وما خدتش حقها. يعني انا شايفه كده. فيلم زي هوم مثلا، انتوا ناس بروفيشنال في الفرجه. يعني انتوا احنا في قلب الموضوع، جايبين اخر الفرجه. ايوه. في ناس مش عارفين الفيلم رغم انه معمول حتى فصحى، معمول حلو. كان مطلوب مننا حتى ان احنا بنعمل الكاركتر ده بيتكلم غلط بالانجلش، يعني الجرامر بتاعه غلط، مش مظبوط. واحنا بنعمل فصحى. فتخيلي ان انت بتعملي فصحى، ما ينفعش تعمليه فصحى غلط. يعني شيء مرفوض عقلا وكل حاجه. انك تعملي فصحى غلط ده يعني ده شيء مرفوض، ما ينفعش. فهو بيتكلم جراماتيكلي غلط، فاحنا المفروض ان احنا نعمل كاركتر بيتكلم غلط بس مش غلط.
ودي هنحلها ازاي بقى؟ بالظبط، دي هنحلها ازاي؟ فقعدنا نفكر كتير جدا، وقال لك ايه انه برضو واحنا بنعمله ما نلمس في لهجات تانية، يعني ما نقولش مثلا تشكرات فتلمس تركي. فلا، فاحنا عايزين بقى نخلق لغة للكاركتر ده يبقى بيتكلم صح بس غلط، وغلط بس صح، يتفهم بس احنا عارفين ان ده غلط وينفع يتشكل. فده كان بقى ايه، نور حسام انه قاعد يعصر في دماغه هنعمل الكاركتر ده ازاي، لغايه بقى ما وصل انه بيتكلم ازاي. ده خد مجهود كبير جدا، ما وصلش للناس كتير انه فيلم هم اتفرجوا عليه فسحه، فيلم حلو. فيلم زي كلاوس طبعا، انا عامله فيلم كلاوس. ما انا عارف. احنا هنقول دلوقتي اسماء الافلام. فيلم كلاوس برضو من الافلام، هو الناس بتحبه جدا بس هو مظلوم في حته الفصحى، يعني ناس كتير بتتفرج عليه مترجم. بالظبط، بس لو اتفرجوا فصحى انا اعتقد انه هيعجبهم. لا هيعجبهم ناس كتير جدا. احنا هنا عندنا يعني الاولويه للمدبلج. انا بالنسبه لي للدوبلاج. طبعا، امال احنا ليه عاملين دوبلاج؟ يعني ما الناس كلها عادي ممكن تتفرج عليه باللغه الاصليه. حتى لو فصحى يا جماعه ادوا فرصه، هيعجبكم يعني. لو ما عجبكوش قولوا لنا ده مش حلو، مش عاجبنا. بالظبط. لا والله احنا طبعا اهم حاجه الفيدباكس، لان هي دي اللي بتفرق طبعا في ان الشغل بعد كده يعني يعجب الناس، لان دي حاجه متقدمه للناس. بس انا عايزه اعرف ايه التويست اللي حصل ليه دريم ووركس يعني انا ملاحظه طبعا حضرتك معظم الشغل تبع دريم ووركس. طب ايه المختلف ما بين دريم ووركس وديزني؟ وليه دريم ووركس كانت زمان بتصر على الفصحى انما ديزني كانت شغاله بالعاميه؟ لا ليه؟ هو ده ليه علاقه بالماركتنج بتاعهم. ليه هم؟ علشان التارجت اودينس بتاعهم محتاج ده اكتر، طالبين ده اكتر. فاحنا الشروط بتحط لنا احنا عايزينه فصحى، يبقى تمام سوق فصحى. تمام. ايه بقى اللي حصل في الهجرة بقى مثلا وفي ليو؟ ايه الفجأة بقى ليه غيروا ايه رأيكم؟ تحفة طبعا. ده انا لسه اصبري عليا، ده انا مجهزه لك كمان مقاطع وحاجات. بس والله احنا كل حاجة بنعملها بحب. يعني سواء فصحى سواء عامية، احنا بنحب الشغلانة، يعني احنا بنحبها. نحب نكتب حلو، نحب الناس تتفرج بتتبسط، نحب نبقى ما نخرجش عن السياق ونبقى في الدراما وكل كلمة تاخد حقها ويعني نحس بكل كلمة وما نفرغش الموضوع من أهميته. لا فيعني احنا بنحب نشتغل بمزاج يعني. بيبان. طب هو مين بقى اللي اختار؟ يعني هل الشركة هي اللي كانت جايبة الفكرة انه لازم مثلا ده يبقى كله بالعامية، ولا مثلا ده كان بيبقى اقتراحك ولا ايه؟ لا مش ما بندخلش خالص في الحكاية دي الحقيقة. احنا بيجيلنا الشغل ده عامية. ده هايبر. كان مثلا عملنا باد جايز 1 كان هايبر. تحفة. ده هايبر رهيب بجد. طبعا عندنا هنا حد بيج فان له، محمد شعبان وبنته على فكرة اسمها موانا. احنا يعني كرتونيين لأقصى درجة. ماشي. بتحب الفيلم قوي لدرجة انها مرة عملت معايا مداخلة قلت لها ايه اكتر فيلم والله الفيلم ده اندر ريتد برضه. ده اندر ريتد. انا بقى بصراحة لازم اقول ان ده اندر ريتد. بتحبه قوي مع انها طفلة. طب ما هي طفلة اهي وبتتفرج عليه بالفصحى وعاجبها جدا. الحمد لله ان احنا قادرين كمان نوصل للاطفال. طبعا. بصي هو كله دلوقتي هو عمال يقول طبعا كلاوس تحفة. جنى ومحمد مصطفى واسلام خالد ونشوى وكله بيقول ان هم شافوا كلاوس النسخة المدبلجة وان هو خطير يعني. طب الحمد لله. وباد جايز مليان اقتباسات اهو. محمد شعبان كتب لي اقتباسات غششني. بس ايوه باد جايز كان هايبر بقى، كان في فوق الميكس ان احنا ندخل شويه حاجات عاميه يعني. طب ودي بقى هما كانوا سايبين لنا بصراحه يعني المجال ان احنا نختار ايه اللي يبقى عاميه وايه اللي يبقى فصحى. فيعني حطينا شويه حاجات كده بحيث انه ايه، اصل احنا يعني انا وحسام نفسنا ما كناش مقتنعين قوي بحكايه الهايبر ان الميكس ده يعني مش مقتنعين يا فصحى يعني احنا حابينه يا يبقى فصحى يا يبقى عاميه. بس برضه ده ايه حاجه شخصيه. فحطينا شويه حاجات عاميه كده. طب هو يعني بتبقى نسبه؟ يعني هل بيبقى متحدد مثلا نسبه معينه من الجمل ولا لا والله لا كانوا سايبين لنا موضوع يعني احنا نشوف ايه المواقع اللي اتحط فيها. لكن طبعا هو معروف ان هو فيلم فصحى وينفع نحط فيه كذا حاجه عاميه، لكن مش العكس يعني مش عاميه ونطعمه بفصحى. هو كان فصحى ونطعمه بشويه حاجات عاميه.
طب يلا فاحنا نسمع. حطيناه بحيث انه ايه ما يبقاش مزعج يعني. لا هو مش مزعج، هو ده من احلى الافلام اللي فيها ميكس انا سمعتها في حياتي، لان طب الحمد الميكس لله. معمول بطريقه ما تحسسش الواحد بالفصلان يعني. الحمد لله. يعني ساعات بتيجي الحكايه دي تحس ايه ده في ايه يعني، ودانك بتحس ان في حاجه غلط. لا ايوه الشخصيات بتتكلم بسلاسه رهيبه، طب والنكت الحمد بتيجي في لله. مكانها. فاحنا بقى نروح نسمع دلوقتي مقطع من فيلم الاشرار، ونرجع بقى أوكي. نكمل كلامنا تاني. يلا بينا. يلا بينا يلا بينا. أقول فعل الخير يعطيك شعورا هو خير شعور. كن خيرا يحبك الجميع. إنهم الأشرار، أمسكوهم. لقد سرقوا الدولفين الذهبي. مهلا، أين الدليل على ذلك؟ يا ضنايا يا ابني، استسلموا أيها الأشرار، ارفعوا أيديكم. محال، سنخرج من هنا. وداعا أيها الحمقى. لا بقى الموضوع كده ما بقاش مريح. تم القبض على الأشرار المذنبين الخمسة. أخيرا تم اعتقالهم، وأنا تنفرد بالصبر. أتعلم لقد أدركت لتوي أني أفنيت كل شبابي للقبض عليكم. أنتم هدفي، بدونكم لا قيمة لي. أنا أمزح، هي أحلى لحظات حياتي. إنها لحظة نهاية الأشرار. إنني دفعا لعضكم. تحفة بالذات يا ضنايا يا ابني. عسل موت يعني. النكت حلوة قوي. بس هو اتعمل بقى باد جايز، اتعمل 2، اتعمل عامية بس. بس هو ما اتعمل يعتبرش عامية. فيلم قوي يعني. ده هم ليه مش عايزين يعملوه فيلم كامل يعني؟ هو ايه؟ مش هو قصير شوية الباد جايز 2؟ لا انت لا أنا ما باد جايز شفتوش. فيلم طويل زي دوت، بس بجد؟ هو ما شفتوش نزل في لسه السينما ده. فترة قصيرة. اوكي. لا لسه ما نزلش اونلاين. لا انا لسه فعلا ما آه. شفتوش، بس عارفة ان في لقطة لا. مميزة قوي، هي دي اللي الناس كلها كانت بتتكلم عليها، ان هم عاملينها زي لقطة في مصر او في الاهرامات، حاجة زي كده صح؟ ايوه مظبوط. بداية الفيلم متصورة في يعني كأنها متصورة في مصر. ايوه بس يعني كله مصر، بيتكلم أيوة. على اللقطة دي، لكن انا لسه طبعا ما شفتوش. ايوه هو لسه ما نزلش اونلاين حقيقي، نزل سينمات فترة قصيرة. وده برضو تبعكم فاحنا صح؟ منتظرين، وده كله عامية. كله عامية. كله يعني فيلم وولف كله عامية. هيتكلم طول الوقت بالعامية. كله عامية. واو. ايوه انا فيلم ده كله متحمسه عامية. له، ده وولف ده شخصيتي أيوة. المفضله في الفيلم. واتعمل منه مسلسل كمان على نتفليكس 3 أجزاء انا عاملاه. برضه يعني ما شاء الله، يعني انت واخده السلسله بقى كلها. ما هو يعني عادة اللي بيعمل فيلم بيبقى ليه سيريس بتاعه يعني المواد بتاعه بيكملوا يعني زي بوس بيبي مثلا. بوس بيبي برضه ليه كذا ليه كذا سيزون برضه على نتفليكس، كان برضه من شوية. يعني حضرتك اشتغلتي على الجزء الاول كده والجزء الثاني صح؟ في بوس بيبي بوس بيبي ما اتعملش الاولاني ما اتعملوش دوبلاج اصلا. بصي انا هقول لك يعني دلوقتي فكرتيني، احنا عملنا له الاعداد بتاعه فعلا، عملنا له الترجمه والاعداد. امال ليه حاسه ان انا سمعته؟ يعني حاسه ان في بالي لا ما تنفذش. واو بجد. لا ما تنفذش. عملنا له فعلا الترجمه والاعداد وبعدين قبل التسجيل على طول لغوا الفكره، لكن الجزء الثاني اتعمل بقى. ليه لغوا الفكره يعني؟ معقول يعني هو نزل في السينما بس كده مترجم وبعد كده ما فيش له حتى على النت ولا على اي منصه دوبلاج؟ لا مش موجود مدبلج، لا ما فيش نسخه رسميه، ما اتعملش رغم انه اتعمل له الترجمه والاعداد فعلا. بس ان شاء الله التعب ما يروحش هدر ان شاء الله. يعني الفيلم الثاني والله فيلم ظريف جدا. انا شفت الثاني طبعا، شفته مدبلج برضو، بنتي بتحبه. يعني بنتي بتحب تتفرج عليه. وكان معمول برضو فيه نكت لذيذه، مع ان هو فصحى بس ما فيهوش ميكس ولا حاجه، بس كان فيه نكت حلوه برضو. كان لذيذ. هو كله بيقول اهو فعلا. لا ما تعملوش دوبلاج يا جماعه. طب تمام، مش عارفه ليه في بالي والله ان كاني سمعته. طب يلا اعملوه انتوا.
يا لهوي ده تصريح. يلا اعملوها بجد. والله العظيم اقول لك على حاجه والله، بس عشان بس يعني ما يبقاش الافكار على الملأ كده. هي كنت بفكر في كده الصبح. والله يعملوا كده، شوفوا ايه اللي ما اتعملش يا جماعه. نعمل حاضر. طب يا جماعه ايه، ما حدش ليه كتب الاقتباسات بتاعت باد جايز؟ يلا يا محمد شعبان عشان هو اكتر واحد حافظ. ان كان شرا فنحن خير من يفعله. ده اقتباس عظيم جدا. تحفه. شفتش اي حد يكتب برضه طبعا ما عادلش اي حد. لا طبعا والله يا كده الجمله دي. بصي الحتت الفنيه قوي دي ده حسام عادل الحقيقه يعني دايما الحته بتاعت كده خطيره يعني. محمد هو اللي فكرني اللي هي بتاعت حاجه فيها كلمه حنش كده، علشان هو كان تعبان. انا مش فاكره قوي بالظبط هي كانت ايه. ما الذي حنش. ايوه ما الذي حنش. ايوه دي فظيعه. قالشه كده على النسيه. واو. اهو بص استني، اهو جات لنا اقتباس. ماذا يمحي تلك الابتسامه المتعجرفه عن وجه الحاكمه اكثر من سرقه الدولفين الذهبي رغم شعر انفها؟ لا خطير انا بحبه قوي. انا عايزه اقول لك انا ما كنتش والله بس ضحك عايز اهو. اصل برضو انا بقسم الحاجات دي. انا مش خبيره طبعا يعني اساتذتنا، بس من وجهه نظري انا بقسم الدبلجه دي لفصحى يعني تقيله، وفصحى مخففه، لان في ستايل فصحى كده بيبقى لذيذ كده وخفيف وما فيهوش مصطلحات تقيله. ايوه احنا مش بنعمل دوكيومنتري يعني، دي افلام كرتون. والميكس بقى والعاميه يعني هم 4 انواع بالنسبه لي. لا في افلام تحس انها بتبقى تقيله كده يعني، يختاروا كلمات مكلكعه او مثلا يعني حاجات تقيله. لا ده خفيف قوي مثلا حاجه زي الاشرار ده تحفه. طب نتنقل بقى ليو بليز. انا بيك فان. انا ليو تهيألي كلنا عايزين نربي ليو عندنا. عسل ايه ده. وطبعا انا عايزه اقول لحضرتك ان انا بعشق صوت سيد الرومي، استاذ الفنان طبعا الكبير. استاذ عظيم حقيقي صوته تحفه. ده يعني اضاف كتير جدا للشخصيه. انا اعتقد ان لو هو ما كانش عمل الصوت ما كانش هيطلع بالصدق الفظيع ده يعني. انا من بصراحه انا يعني من اكتر الادوار يعني اللي بحس انه جدا يعني لو ما كانش سيد الرومي هيبقى مين؟ ما فيش. لا مش قادره اتخيل حد تاني. طب ايه ليو بقى؟ احكي لي طيب تجربتك مع ليو، لان هو عمل برضه صدى رهيب. ليو كان يعني من اول الافلام تقريبا هتعمل عاميه. يعني كان بالنسبه لنا يا جماعه بجد هنعمل عاميه. مش مصدقين بالعاميه. اكتبوا اقتباسات من ليو يا جماعه. اشتغل عليه. انا حبيت الشخصيه وحبيت الرساله اللي في الفيلم وشويه الاحاسيس وعلى شويه الكوميديا. لا يعني وانا بعمله قلت الفيلم ده مختلف. مش زي يعني عملنا افلام كتيره قبل كده مهمه وسمعت والناس بيحبوها وعامله تاريخ، لكن وانا بعمله قلت لا الفيلم ده هيبقى حاجه مختلفه. بيلمس القلب كده. هيبقى مختلف وهيبقى حلو باذن الله يعجب الناس. بصي اصل الموضوع انه يعجب الناس دي ما بتعرفيش تقدريها طبعا، مش محسوبه خالص. بس انا حسيت انه لا ان شاء الله يعجب الناس، لانه حلو مكتوب حلو معمول حلو متنفس حلو ومش محتاج مش ثياتريكال، مش محتاجه حد هتقول له سينما مخصوص، ده هينزل على منصه فهيبقى متاح للناس. ومع ذلك محقق نجاح رهيب ان شاء الله يتحب يعني. الحمد لله يعني بقاله كذا سنه دلوقتي ومفضل عند ناس كتير قوي. الحمد لله. انا عايزه اقول لحضرتك احنا بنشوفه طبعا. ما انا نسالك برضه ايه اكتر افلام برضه حبيته، لان ده سؤال رخم يعني مفيش حد يعني هيقول على اولاده دول ولادك برضه. كلهم اولادي. ايوه فعلا احنا بنحط يعني روحنا في الشغل ده يعني تحطي وقتك ومجهودك وروحك وخفة دم، اي حاجه عندك حطيها. لا ليه انا يعني بعزه ليه؟ لان انا كنت ماشي انا بتفرج على افلام بقى طبعا بحكم ان الراديو ده احنا بنعمله على فكره بقى لنا 8 سنين دلوقتي، بس حصل انقطاع مثلا 6 سنين جاب كده من بعد الكورونا، من بعد سنه 2020 انقطاع بقى. انا كنت فقدت الشغف. تمام. انا حاسه ان انا بقلب الوضع دلوقتي، انا بحكي عن نفسي. ايوه ارجوكي والله انا محتاجه
كلميني عنكم كلكم يعني. هتكلم. انا محتاجه اعرف عنكم. لا هنعرف وهنعمل كل حاجه. فانا انقطعت مده طويله قوي. انا بقول لك ليه ليو عزيز على قلبي كده. انقطعت مده طويله قوي قوي عن فرجه الافلام الانيميشن وعن كل السكه دي بقى. وزي ما تقولي كده الحياه برضو خدتني والعيال والاطفال والقصص دي. فالمهم ايه، واحده صاحبتي يعني عادي هي مش بيك فان كده، بس عارفه ان انا من زمان كنت بحب الكرتون. فقالت لي ايه ما تيجي نتفرج على فيلم ليو بدل ما احنا قاعدين كده. قلت لها ايه ليو ده؟ انا مش ده السحليه ده، انا بقالي كتير قوي ما اتفرجتش على حاجه. فقالت لي ازاي معقول ده، انت لازم تشوفيه ده تحفه ده. قلت لها ماشي خلاص تعالي نتفرج عليه. فاتفرجت عليه بقى. عارفه لما تحس ان واحد روحه ردت له كده، انا كنت ميته والله العظيم. ايه ده، هو لسه في ناس بتعمل افلام حلوه زي زمان كده؟ ده انا كنت فقدت الامل. الله الكلام الحلو. والله ده حصل طبعا. فقدت الامل ان اتفرج على فيلم كده بالعاميه باللذاذه والخفه دي كده، وان هو فعلا فيه رساله. وعيطت طبعا اول مره عياط كتير. ليه بقى؟ حسيت ان ليو دوت على زي ما شاهد كاتبه اللهم ليو في حياتي. عارفه كله عايز تحليه جدا. فحسيت كده ان ليو ده انا حبيته عشان هو اداني لمسه في قلبي، ما زي ما عمل مع الاطفال اللي في الفيلم. ايوه قال لك انا ما عرفتش اساعدها بس أيوة. سمعتها اكتبوا يا جماعه اقتباسات من ليو. وبكده ابقى ساعدتها. بكده ابقى ساعدتها. فعشان كده انا بتفرج عليه كتير جدا، مع ان هو مش ديزني وانا متحيزه شويه لديزني كستايل افلام. ولو ان والله بجد بيخيشوا جدا الفتره اللي فاتت، ما عادش في افلام اصلا بتعجبني. وبقت دريم ووركس حاليا بتقتنص الفرص عشان ونتفليكس طبعا عشان تاخد منهم. فبالنسبه لي ليو يتفوق على اخر مثلا 5 سنين من افلام ديزني بالنسبه لي يعني. فانا بحبه قوي. فاحنا لازم نسمع حاجه بقى دلوقتي من ليو، معلش بقى طالما جبنا سيرته. نسمع مقطع لذيذ قوي. يلا بينا. كويس، بس انا السحليه ليوناردو ليزي ده الاغوانه اللي في فصل الاستاذ ماركولي يعني. وانت؟ انا ارنبيت، يعني ارنب على ارنبيت. ويا ريت بلاش تريقه. اهو برضو احسن من اسم سمر. معاك حق، ده ساعات بيسمونا اسامي المانجا، الارنب تيمور، الارنب هندي، الارنب ايوه بس قول لي انتوا سنه ثانيه بتاخدوا جمع في الحساب مش كده؟ الارنب نعوني. ايوه، والطرح بناخد الاثنين. حلو. طب اسمع بقى، لو انا هنا من 1949 واحنا في 2023 يبقى انا دلوقتي ايه؟ انا عارف الاجابه، انت زاحف. هنستظرف. خلاص يا ولاد، طلع انذار كاذب، الفصول مش بتولع، اطمنوا. اقصد يبقى انا عندي كام سنه؟ مظبوط، ايوه الطرح. اوكي 74. 74 مش ده برضه الرقم اللي قبله؟ لا استني ثانيه واحده، مش ده برضه الرقم اللي قبل 75 على طول؟ ايه المشكله؟ زعلان ليه؟ كل يوم في مكانه. انا سحليه. وماله، ما تشغلش بالك. ما بقاش يفرق، انا بودع. عندي 74 سنه وفاضل لي سنه واموت. ايه الكلام ده؟ مش للحيوانات الاليفه، احنا بالنسبه لنا 75 دي زي ال70. ولو عايز تعيش مده اطول يبقى لازم تلعب رياضه. زي ايه؟ ارمش مثلا، اعتبرها بدايه. ما انا برمش. العافيه. شكرا. يا سيدي بالراحه على نفسك في اول تمرينه. مش هضحك على نفسي، انا لا سني ولا لياقتي يسمحوا لي اعمل التمرينات الصعبه دي. انا خلاص انتهيت، مفيش فايده، انا ضيعت حياتي على الفاضي، ودلوقتي مش فاضل لي غير ايام معدوده. يا قلبي يا ليو. ما تقولش كده يا حبيبي. اكتر بقى حاجه عسل هالزريبو. امتى زريبو دي خطيره يعني. لا في شويه كلام كده هو مصري مش موجود في اي لغه تانية في العالم كله. ايه هتزربو امتى؟ انا هزربو على طول. وحته المانجا دي ايه ده؟ ازاي دي جت يعني؟ نعوم وعويس. دي كانت من ساعه ما شافش حاجه، هو كان عادل امام متفق اعلانات على اسامي مانجا. ايوه صح، ايوه اللي هو بتاع لما كان بيقدم تحفه بجد يعني. ليه فظيع. ايوه
هبه ازيك يا هبه؟ هبه دخلت اهو. ازيك يا هبه؟ منوره. اصل في ناس بتزعل ان انا ما قلتش اسمها، فلازم اقول الاسماء الكل. هاي هبه، هاي هبه. وشهد شهد بتقول اهو عرفت سهرة النهارده على كرتون ايه. خلاص كلنا عرفنا، كلنا هنروح نتفرج على ليو يا جماعه بعد الحلقه. وانا معاكم. ايوه. ايه ده؟ بتقول هبه بقى، بتقول انا لسه ما شفتش ليو. لا ازاي بقى يا حبيبتي؟ لازم تتفرجي على ليو. لا شوفي يا هبه بقى ويرا. لا هيعجبك طبعا. طيب برضو ليو طبعا بالنسبه لي انا بحبه، وطبعا الناس كلها ما ينفعش ما نتكلمش على الهجره، لان الهجره ده ايوه طفره. بقى. طفره. انا اسميه الطفره. ده عمل حاجه يعني. مع اكيد انت شفتي رد الفعل طبعا اكيد. سبحان الله والله. يعني بصي ما توقعتش كل ده. ازاي بقى؟ ازاي؟ اتفاجئت بجد. ما اعرفش، زي ما بقول لك هنبقى شغالين اهو مركزين وكل حاجه، بس نبقى متوقعين ده هيحصل خالص يعني. بس الحمد لله. ايه ده؟ معانا استاذه فنانه حنان عادل بذات نفسها يا جماعه. منوره يا استاذه حنان. حبيبتي حنان عادل حبيبتي. ايوه دخلت اهي بتقول لك انت مبدعه. وحبيبتي قبل اي حاجه في الدنيا. اكيد منورانا. وفنانه كبيره جدا جدا بقى. بصوا كل النوستالجيا بعدين تتكلموا يبقى لازم تتكلموا عن حنان عادل. طبعا حنان عادل كانت من اشهر ممثلين في اطفال التلفزيون. أيوة. وغنت كل الاغاني بقى اللي انتوا بتحبوها في حياتكم، من اول ابريق الشاي، الاغاني تفاوضات كلها. بصوا احنا عايزين لقاء بقى. اتوسط لنا. اتوسط ده لنا. لازم وضروري. خليها ترضى انها تطلع معانا، احنا كمان عايزين نتكلم على الحاجات دي كلها. لا يا ستلاقي لازم منكم بصراحه. ربنا يخليكي والله منورانا طبعا يا فنانه. وطبعا تحياتنا للاسره الفنيه. انا حاسه ان انا بتكلم مع عيله كلها فنانين فيه. ايوه حقيقي. ايوه. حنان عادل كمان ابنها احمد عبد الحميد فنان النجم دلوقتي. حنان عبد الحميد ف لا هي عيله فنيه يعني. لا احنا بجد مبسوطين طبعا ان كلكم معانا وكلكم بتسمعونا، وان شاء الله دي تبقى فرص لافكار حاجات تطلع بشكل احسن، وحلقات نعمل حلقات. خليكم معانا وخلونا برنامج بقى كبير كده في الراديو ولا اي حاجه. ان شاء الله. ان شاء الله. نرجع بقى تاني للهجره بقى. ايه اللي حصل في الهجره وتخيلاتك ايه لما كنت بتكتبي السكريبت الفظيع ده يعني؟ برضو هجرة أنا كنت أنا وحسين، ما كنتش لوحدي. اوكي. فيلم ثياتريكال واحنا بنعمله. احنا كنا عاملين قبل كده زمان فيلم اسمه ريو. طبعا بتاع البغبغان الازرق. بالظبط. انا اول ما شفت الفيلم انا حسيت انه ملمس شويه في ريو يعني. العيله والاسره الطيور وليهم اولاد. انا حسيت كده وانا بعمله انه مش غريب عني. يعني كأن العيله دي انا عارفاها كويس قبل كده يعني. فاحنا لما جالنا الفيلم وعارفين بقى انه ده عاميه، ورحت اتفرجت عليه في الشركه. المفروض الاول بيعملوا عرض كده قبل ما نبتدي شغل. قبل ما نبتدي شغل فيه نشوفه كده على بعض وكده. وانا بتفرج عليه قلت لا انا حبيتهم. العيله دي انا حبيتها. اللذيذه دي لذيذه قوي، خفيف وكل كاركتر يعني غني. عارفه الاب شخصيه متميزه. والنونه ولادهم. ايوه جوين. ايوه بالظبط والله. كل كاركتر في الفيلم ليه شخصيه وليه طعم. فلما جينا نشتغل عليه اشتغلنا بقى الحته دي انه ازاي نبرز شخصيته. كل حد لو هيتكلم يقول ايه. لو اب هيتكلم وخايف على اولاده بيتكلم ازاي. لو ام جريئه الام بس في نفس الوقت بس في نفس الوقت برضو حنينه وبتسمع كلام جوزها. اوكي عايزنا نقعد نستنى بس انا مش عاجبني هتبقى بتتكلم ازاي. بس فده كان تركيزنا يعني الحقيقه. ما توقعناش ان هذا النجاح الرهيب. طبعا الحمد لله كان توفيق من ربنا. الكاست كله كان تحفه طبعا. ممثلين، اخراج، صوت. لا الحقيقه كان كل حاجه في مكانها جدا. فالحمد لله الحمد لله. الهجره بقى عمل ايه؟ طبعا ليو ده رد روحي انا بالنسبه لي، دي حاجه شخصيه بالنسبه لساره. انما الهجره هو عمل نوع من انواع احياء الامل، ان في امل ان ترجع الدبلجه عاميه حلوه تاني. فطبعا يعني الناس لحد دلوقتي بقوم بيكتبوا الاقتباسات. لاحظت انا ما غسلتش بقي بقى لي 3 سنين. انا مش مسامح في الساندوتش. ايوه. فالفيلم ده عمل حاجه رهيبه. الناس بقى كانت متشوقه جدا وعندها
نوع من انواع يعني ايه، انها عايزه تاني من الاحساس بتاع ان نسمع حاجه عاميه بتعبر عننا، ومن نكت لذيذه وفي نفس الوقت غير متوقعه. اعتقد ان الفيلم نفسه ساعد بقى على زي ما حضرتك قلتي، يعني الشخصيات مع القصه او كده ساعدت على ان يتخلق نكت حلوه. حقيقي يقدر يطلع منها حاجات من قلب الشخصيه، يعني مش مفتعله ولا مقحمه ولا حاجه، لا من الشخصيه نفسها. ده لو هيتكلم هيقول ايه؟ يعني واحد زي ده زي انكل دان، ده لو هيتكلم هيقول ايه؟ انكل دان فنان جاد ابو العينين كان عامله تحفه. يا لهوي صوته تحفه. انا في ناس كده معينه صوتهم بيعمل لي يعني حاجه كده في دماغي، اللي هو ايه ده، ازاي صوته كده، ازاي بيتكلم بالسلاسه دي. يعني عادي، ده انت مصدق ان ده بط عجوز فعلا، مش محتاج اي مجهود. طبعا الاطفال اللي بيعشقوا الفيلم، يعني انا دلوقتي بنقلك وجهات النظر من الاعمار والجنريشنز المختلفه. احنا ككبار، ومعايا طبعا بنتي عندها 7 سنين ما شاء الله بتموت في جوين بقى، وعملت هي مره دوبلاج لجوين، عملت صوتها خطير، يعني بتعبر عن شخصيتها فيها. اعملوا لنا فسحه بقى. نعمل بالعكس بقى، نبدل الادوار. بس اللي اتعمل عاميه تعملوا انتوا فسحه. والله ما جربتش، انا جربت تحويل النص ماشي التمثيل، ما جربتش الفسحه ده. لا نجرب عادي. لا جربوا هتتبسطوا. طب طبعا كله عمال يكتب بقى الاقتباسات اهو. انا مش في الساندوتش وخيبة. طبعا خيبة دي برضو كانت قصة لوحدها يعني. الأسماء دي طب جت منين خيبة دي يعني؟ هي الكاركتر بتاعها كده. انا مش فاكره كان اسمها ايه بالانجلش، بس هي كان حاجه كده، كان ليها اسم مختلف ومميز، فقعدنا كتير نفكر ايه اللي ينفع لغايه ما وصلنا لخيبة. لا تحفه الصراحه. لا الهجرة لازم نسمع برضو منه مقطع دلوقتي طالما اتكلمنا عنه. انا مجهزه بصراحه منه مقطعين، بس هنبدا الاول بالحته اللي احنا كلنا دلوقتي اتكلمنا عنها، اللي هي بتاعه السندوتش دي. لازم دي ايقونيه فظيعه. هنروح نسمعها ونرجع تاني. يلا. يا محاسن الصدف. اجري ابعدوا حمام غلس. ممكن حد يكون كله؟ حبيبتي صدقيني ما فيش حد هيجيله نفس ياكله. أنكل دان معاك يا استنوا ابعدوا عني، السندوتش ده بتاعي. لاحظتوا انا ما غسلتش بوقي بقالي 3 سنين. ابعدوا جناحاتكم عن أنكل دان. بس استنوا ما تقربوش من عندي. ابعدوا يلا امشوا من هنا يا شوية متطفلين همجيين. هي وحياتي دي صحيح جت ازاي؟ منين بليز ومنين يا حياتي يعني؟ هي دي اكتر طبعا حاجه ايكونيك في الاقتباسات بتاعته. وحياتي قعدنا كتير ندور ايه ينفع يتحط يعني ويكون لبسينك، علشان هي كلمه واحده. بليز ايوه ارجوك يعني. لا الحاجات دي بتيجي بعد تفكير كتير، مش اول ما تيجي نبص لها كده بتيجي على طول. لازم نقعد نفكر ونحط اقتراح واثنين وثلاثه لغايه ما بنوصل يعني. طب احنا بقى برضه ده هينقلنا لسؤال بقى تاني. الحاجات دي بتاخد وقت قد ايه في الشغل؟ بصي انا فاهم اكتر 2 بيطلبوا وقت للشغل. يعني اي حد في الدنيا بيديكي شغل بيبقى عايزه النهارده، يقولك النهارده عايزه النهارده. فاحنا بنطلب اكتر وقت ممكن حد يطلبه. يا جماعه اخركم ايه في الوقت؟ فلا احنا في شغل بياخد مننا شهر فيلم نقعد نعمله في شهر. في حاجه تاخد 3 أسابيع، حاجه ممكن تخلص في 2 أسبوعين مثلا زي دوريه المخلب والحاجات ديت، يعني شويه بسيطه.
فهو لا على حسب الفيلم بس يعني بناخد اقصى وقت ينفع ناخده. يعني نقول اقصى حاجه مثلا بتبقى شهر كلمت، يعني هم اصلا اقصى حاجه اللي هو مش لا مش هيستحملونا اكتر من كده اكتر من كده. لا خلاص يعني في وقت استوديو وفي لسه تسجيل وفي حاجات كتيره يعني خطوات كتيره بعد الكتابه دي اخر حاجه يعني اقصى حاجه خدناها شهر. هو محمد شعبان بيقول كان نفسي تقول والنبي. صعبه دي. لا بصي هو في حاجات ما ينفعش تتقال. انا يعني لسه بقى عايزه ما ينفعش تتقال. لا هل بيبقى في عندهم زي مثلا يعني بوينتس كده يعني زي حاجات ما ينفعش مثلا تتكتب او ما ينفعش تتقال؟ والله بعيدا عنهم هم ولا الريستريكشنز بتاعتهم احنا بنبقى حاطين نفسنا ريستريكشنز احنا ما بنقرب لهوش يعني. تمام. يعني انا في حاجات انا ما نحبش نكتبها خالص. ما ندخلهاش في كرتون وطيور وحيوانات بتتكلم. لا ما صح. يعني لا ما نحبش نعمل كده. صح فعلا. ايوه. وبمناسبه برضو دورية المخلب طبعا مبروك على الفيلم اللي هو شغال دلوقتي اللي هو بتاع دايما. طبعا ده محبوب قوي بس احنا ده مش فئتنا العمريه بقى ما نديه يعني. ولو ان انا هو ليه جمهوره طبعا هو ليه جمهوره في اطفال بيحبوا كتير انا مجبره اشوفه يعني انا كده بشوف ليه جمهوره يعني جدا جدا. انا بنتي على فكره افلام لذيذه كيوت جدا يعني الاطفال يتفرجوا عليها وهم مطمنين بالظبط ومسلي وفي نفس الوقت لطيف للاطفال جدا. والله انا الحاجات المحترمه اللي ينفع ما فيهوش حاجه خالص. هو حاجه لذيذه وكيوت ولايت قوي لكل السن من اول 3 سنين. والشخصيات لطيفه جدا وبيعرضوها حلو من اظرف حاجات والله اللي بنشتغل عليها بنحبها جدا. ليان كانت عندها فتره مدمنه لدورية المخلب ده. انا حفظت الحلقات كلها. ايوه وسكاي طبعا كل حاجه سكاي كل الهدوم عليها سكاي مش عارفه ايه. ده تالت فيلم نعمل دورية المخلب. ده تالت واحد. انا في واحد اللي هو بتاع ذا موفي اول واحد وبعد كده التاني اللي هو بتاع مايتي نايت صح مظبوط. مايتي والاخير بقى اللي هو بتاع دايما. فلا هو له جمهور طبعا واطفال بتحبه جدا. انا برضو يعني وانا برشحه جدا للسن الصغير بالظبط. هو سيف قوي ولذيذ طبعا ما فيهوش اي حاجه خالص. طب ما تكلمينا بقى عن حاجات تانية بقى غير الحاجات المشهورة اللي احنا بقى اتكلمنا عنها. في افلام ايه تاني؟ هقول لكم في افلام ايه تاني. في فيلم بحبه جدا جدا عملناه زمان اسمه مستر بيبادي اند شيرمان. يعني ده انا النضاره الذكي ده خطير يا جماعه لازم تشوفوه يعني اللي ما شافوش يتفرج عليه هيعجبه. يعني انا شفته بس مره زمان يعني مش هفتكر. لا يعني اعملي له ريبوتش دلوقتي هيعجبك. فيلم لذيذ قوي بصراحه. ده من افلامنا. وكمان عملنا انا قلت لكم ريو 2 وكل افلام بتاعت هاو تو ترين يور دراجون طبعا عملنا وكمان برضو كان حلو يا جماعه اتفرجوا عليه على نتفليكس. في فيلم اللي هو مهمه سحريه. فيلم لذيذ جدا برضو بتاع التنين صح اللي هو الوحش البحر قصدي مش التنين. ايوه وحش البحر حلو قوي كويس. فكرتني فيلم جميل ومعمول فصحى وعاميه. ده شفته برضه يعني وحش البحر في منه نسخه فصحى ونسخه عاميه. من الافلام الجميله جدا برضو يعني افتكر في حاجات بقى لايت اللي هي زي بتاعه باربي مثلا. افلام باربي مش عارفه. ايوه كل سلسله باربي دي سلسله باربي. بس انا صراحه بنتي برضو بالاكراه في حاجات انا بتفرج عليها بالعافيه. بصي هي حلوه يعني برضو من الافلام اللذيذه للاطفال يتفرجوا عليها وللبنات. هي للبنات يعني حلوه طبعا. للبنات جدا. وللولاد كنا عاملين اللي هو ترانسفورمرز. فيلم ترانسفورمرز 1. اوكي. ده للأولاد جميع الأطراف. ايوه لازم طبعا. برضه فيلم حلو جدا جدا يعني انا شايفه انه من احلى الافلام واندر ريت وما حدش اتكلم عنه رغم انه فيلم حلو يعني يعجب الاولاد. طب هو يوسف بيسألك بيقول المسلسل بتاع دورية المخلب برضه حضرتك اشتغلتي عليه المسلسل؟ لا مسلسل لا ما عملتوش. تمام. لا هو مسلسل كان مسلسلات باربي عملت بوس بيبي وذا باد جايز. دول المسلسلات. تمام. اوكي. اللي ليها علاقه بالافلام يعني. انا فاهمه اللي ليها سلسله. مظبوط. طيب يا جماعه يلا بقى الكومنتس. لو في حد عايز يسال حاجه معينه او انا فوتت الكومنت بتاعه يكتبوا لي تاني بقى عشان اقراه عشان انا بس ببقى مركزه في الكلام اللي احنا هنقوله عقبال ما انا اسال بقى الاسئله بتاعتي.
نرجع بقى تاني للحته اللي انا كنت عايزه بصراحه اتكلم عليها، فكره ان انا طول عمري عايزه اقابل حد هو كان بيمثل زمان وهو صغير واساله شعورك ايه وانت كطفل ممثل ولما كبرت. يعني هل الواحد بيجيله شعور معين مثلا لما ابعد انا هرتاح اكتر، ولا لما ابعد انا هبقى مثلا نفسي ارجع تاني؟ شعور الشهرة ده ايه يعني؟ هو ما فيش حد بعد وما بقاش عايز يرجع تاني، يعني اللي يقول غير كده اوكي يبقى بيهزر بصراحة. يعني الشهرة حلوة. كلنا مش موضوع شهرة، هو الأجواء كلها على بعضها حلوة. يعني أنا ما كنتش من الأطفال المشهورين، أنا قعدت أشتغل سنين طويلة. هو في بيبقى الشهرة بتبقى متقسمة، في شهرة جوه المجال نفسه، بتبقى معروفة جوه المجال، معروفة للمخرجين والمنتجين والممثلين، دي شهرة جوه المجال. وبعد بشوية بتبقى شهرة بره المجال. وفي أطفال ما شاء الله من أول ما يشتغلوا خلاص هم بيتشهروا وبيبقوا معروفين ووشوشهم معروفة للناس كلها. كان منهم بقى حنان وحسام وهند حسني واحمد عقل ووسام حمدي. يعني لا كنا جيل، يعني الجيل اللي قبليه كله تقريبا كانوا مشهورين جدا، هم يمشوا في الشارع الناس عارفاهم. الناس عارفه وشهم. انا يعني بالظبط ناس عارفه وشهم. انا رغم اني اشتغلت سنين طويله جيت على الاخر بس قبل ما ابطل على طول بدات اتعرف. يعني بدات اتعرف وانس ان بدات اتعرف بطلت. فلا موضوع الشهره ما كانش هو اللي فارق يعني معايا خالص، لكن الاجواء لكن الاجواء بالظبط. انا عشت زي ما قلت لك، احنا عشنا طفوله مختلفه، اتشكلنا بطريقه مختلفه، اتعاملنا مع ناس كبار، اتعلمنا منهم الالتزام، اتعلمنا منهم شغل بيكون ازاي، حتى حياتك سيستم حياتك نفسه بيبقى مختلف عن اي طفل عادي. اكيد له علاقه برضه بالالتزام، والواحد يتعلم حاجات يعني مختلفه عن الاطفال العاديه. بس جدا بقى احنا بنتكلم في قمه الالتزام، في قمه الالتزام في مواعيد، قمه الالتزام في حضور، قمه الالتزام في حفظ. انت ملزمه انك تبقي داخله حافظه، مش هتقفي قدام نجم كبير ولا نجمه كبيره تغلطي وتوقفي لهم الشغل وتعطليهم وتخرجيهم من المود. فلا هم كانوا بيجيبوا الناس اللي عارفين وواثقين ان هم مش هيعطلوهم. فده كان شيء مهم، فلازم نبقى على قدر كبير جدا من الالتزام. فلا احنا طفولتنا اتشكلت بطريقه مختلفه تماما يعني. طب والتجربة اللي هي بتاعت البرلمان الصغير ليه بقى يعني من وجهة نظر حضرتك ليه ما فيش حاجة زي كده دلوقتي؟ ليه مش بنهتم بالبرامج دي؟ هو كل المجال اتغير. يعني احنا كان في قطاع اسمه قطاع الاطفال، يعني حاجة كده معمولة للاطفال بس، مخرجين للاطفال، كتاب للاطفال، انتاج معمول، ميزانيه تتحط علشان يتعمل للاطفال. كانوا بيعملوا لنا حاجات كتير الحقيقه جدا. البرامج زمان مسلسلات كتير يعني غير البرلمان. يعني البرلمان ده كان شيء، احنا بنتكلم من اول نشره الاخبار، كان في نشره اخبار الاطفال، برامج، مسلسلات، يعني كل حاجه، مسرح الاطفال. لا هم كان في اعتناء. كانت فتره كده عقد ايام السيدة سوزان مبارك، كان في عقد اسمه عقد الأطفال، 10 سنين محطوطة الأطفال علشان الأطفال. هم كانوا محور ومركز اهتمام. أيوة، وقراءة للجميع، وده كان جزء منها. فكان في اهتمام في الفترة دي بإنتاج للأطفال. احنا خلاص ما بقاش موجود الكلام ده أصلا. طب وهل في أمل إن احنا ممكن في يوم من الأيام نعمل يعني حاجة خاصة بينا احنا كمصر؟ يعني ننتج مثلا فيلم، ننتج مسلسل، حاجة بقى تبقى كبيرة والله ليه لا؟ اصل احنا ما فيش حاجة تنقصنا، لا كتاب ينقصونا ولا ممثلين ولا يعني استوديوهات، احنا لا ينقصنا شيء. احنا المفروض بقى يبقى في توجه موجودة، كله موجود. احنا عندنا كل حاجة. طب ايه اللي موقفنا بقى؟ التوجه بس، انه يصدر القرار بالتوجه. يا جماعة لازم نلتفت للأطفال، احنا ننتج لهم بالظبط. ده كل اللي ينقصنا، لا ينقصنا شيء اخر الحقيقه. هو يوسف دلوقتي بيقول حاجه ضحكتني، بيقول واحنا مش هنتكلم عن فيلم سوابد اللي هو بتاع في كل جسد حجاب. ايوه انا اللي عايزه اتكلم، انا عايزه اتكلم عنكم يا جماعه. انا نسيته من كتر ما دماغي اتشغلت وبالهجره وكل الحاجات دي، نسيته اصلا. لا طبعا لازم نتكلم عنه، ده عمل لنا طفره في حياتنا. قولوا لي انتوا رايكم فيه، يعني ان هو كان فسحه وكان انا يعني اول ما شفته بصراحه من اكتر الافلام اللي اثرت فيا.
يعني رغم انه ما فيهوش افيهات ولا لا يعني ما خالص. حدش رمى افيه في الفيلم، بس هو ستيل يعني لا فيلم عجبكم كبير. حقيقي. انا بالنسبه لي انا قلت لهم في الحلقه، يعني كان في حلقه بعد ما الفيلم نزل على النت بقى وبقى موجود على المنصات وكده، كان معاه في نفس الوقت المنافس بتاعه فيلم بتاع ديزني اللي هو بتاع هوبرز، اللي هو كان دبلجوه سندس في عالم كندس. فانا شفت الاتنين في نفس الوقت وكنت عامله مقارنه ما بينهم، لان حسيت ان الاتنين برضو فيهم فايبس كده من بعض، غابه بقى وحيوانات ومش عارفه ايه. فانا بصراحه قلت لهم انا بالنسبه لي فيلم سوابد، وكلهم قالوا لي ممكن تكوني مقفوره شويه، بس انا عادي مقفوره. احلى فيلم كرتون انا شفته في اخر 10 سنين. انا ده بقى كان ده بالنسبه لي كفيلم كقصه. والله العظيم قصه انسانيه جدا، ويعني مش بس انسانيه، هي عميقه جدا وبتناقش حاجه اكبر بكتير من المشاكل اللي هي العاديه دي. بتناقش مشكله الحياه والبشر بشكل حلو قوي، والصدمات اللي ممكن حد ياخدها. يا ولا بوجي يا واد عمي بوجي. طبعا احنا يا عيني لعبنا في الثوابت الشجره مجففه يا لهوي. لا احنا لعبنا في الثوابت جامد قوي. يعني انا بصراحه ما اعرفش، انا من كتر ما هو عجبني، يعني من كتر ما الفيلم عجبني قوي وعجبني شكل طبعا كونسبت ارت. انا مع حضرتك خريجه فنون تطبيقيه قسم جرافيك، تمام؟ فاحنا اهلا بيك. فاحنا كنا بندرس طبعا تصميم الشخصيات بقى وكل الحاجات اللي لها علاقه بالطفل. ايوه. فبالنسبه لي انا الكاركتر ديزاين بتاع الفيلم حاجه خياليه خطيره يعني. هم حقيقي هو انت ازاي جبت فكره خيالهم كان واسع جدا الحقيقه في رسم الشخصيات. في رسم الشخصيات بالذات، انه انا اكتر حاجه عجبتني ايه، هو عمل ان كل الحيوانات بتتكون من عناصر الغابه. من عناصر الغابه حقيقي. الغزلان والديابه مش معقول. تحفه حقيقه. طب هو ليه صحيح اسلام بيسال ليه فيلم سوابد بقى ما اتعملش مثلا عاميه، ليه اتعمل فصحى من الاساس؟ احنا اتفقنا ده قرار كلاينت من الاول الاخر. مش يمكن عشان هو حاسس ان هو جد شويه، يعني الفيلم مش كوميدي قوي بالشكل يعني اساسي. والله يمكن ما اعرفش، هم بيبقى عندهم وجهة نظر حقيقة يعني مش بيعلنوها واحنا بنلتزم باللي بيتقال لنا ونعمل الشغل كويس قوي على قد ما نقدر، انه سواء فصحى سواء عامية نوصل يعني للي الفيلم عايز يقوله. بصي احنا اتعلمنا ان مفيش كلمه، او يعني بالخبره بصراحه اتعلمنا ان مفيش كلمه بتتكتب في الفيلم ملهاش لازمه. صح. كل كلمه ليها معنى، وكل كلمه ليها لازمه، وبيترد عليها، ولو مش في اول الفيلم هيترد عليها في اخر الفيلم. صح. وكل حاجه في مكانها قوي. يعني هم يا جماعه ما بيعملوش، ما بيكتبوش وخلاص، ما بيألفوش وخلاص، ما بيكتبوش وخلاص. الحاجات دي بتتكلف كتير قوي عشان يوصلوا حاجه. فلازم واحنا بنمصرها ما نفقدش المعنى اللي هم عايزين يوصلوا له. تمام. فطول ما انت ماشيه على المعنى مظبوط وفاهمه قوي هم عايزين يقولوا ايه من الكلام، الرساله يعني الرساله بتاعت هتوصلي بقى للقلب الناس. يعني زي ما هو وصل لك هتعرفي توصلي. دي لعبه التمثيل بقى، ان احنا انا ممكن افضل ارمي الافيهات ويتعمل عاميه ويتعمل وافضل الف في الفيلم واكتب من عندي اللي انا بس ابقى ببوظه. ما بقاش امينه كده في شغلي. صح فعلا. الامانه في توصيل الرساله اللي هو الفيلم معمول عشانها، ده لازم. احنا شغلتنا ان احنا نوصل رساله الفيلم، مش ان احنا نحط افيهات ونضحك الناس. سهله قوي ان انت تملي، لكن انك توصلي هو عايز يقول ايه بجد، وكل كلمه يبقى ليها معنى ويبقى ليها طعم. ده المهم حقيقة. هو اسلام بيكتب كومنت لازم برضه اوصله لك، فيلم بينوكيو اللايف اكشن بتاع نتفليكس كسب طبعا الاوسكار، وهو من احلى اعادات. ايه رايكم؟ من احلى اعادات الافلام او اعاده الكلاسيكس بشكل لايف. طيب اسعدتني والله، لانه برضه الفيلم دوت اندر ريتد. مظلوم طبعا. هو خد حقيقي واتعمل منه نسختين. يعني عملت منه فصحى وعاميه، وانا شايفه الاثنين بصراحه يعني يعني ما فيش حاجه فيهم احلى من الثاني. الاثنين معمولين حلو، القصه عملوه حلو. مش عني انا، ما كانش عني على فكره. لا ونتكلم عنك. بتكلم عن نفسي، بتكلم على فيلم ككل يعني. تمام. ايوه طبعا. طالع حلو، طالع يتشاف يعني. فيلم جميل. الاطفال، انا احب الاطفال يشوفوه.
طب هو وفي ايه رسالة بقى؟ حلوة أحلى كمان. يعني معمقين الرسالة عن الفيلم الكرتوني الاساسي القديم. يعني. حقيقي. طب هو حضرتك بتحبي ايه اكتر بقى، طالما قلنا ان في مثال هو الفيلم اتكتب بالفصحى واتكتب بالعاميه، ايه اللي بتستمتعي بيه اكتر او بتحسي انك شايفه نفسك فيه اكتر وبتعبري اكتر، الفصحى ولا العاميه؟ هتزعل لو قلت لا قولي لا مش هنزعل طبعا. انا شخصيا بحب الفصحى. انا كنت متوقعه انا كده، بحبها. انا كنت متوقعه كده. معرفش. يعني انا بحسها لغة غنية وليها تعبيرات كتير، يعني بعيدا يعني لو فيلم كوميدي ماشي نعمله عامية ونضحك ونهزر براحت، لكن في افلام لا طعمها احلى بالفصحى. يعني انا بحس ان الافلام حسيت كده ليه ان الاجابه دي يعني حسيت ان حضرتك هتقولي كده، لان يعني انا شايفه النتيجه بتاعه الحب ده قدامي، يعني شايفه ان عشان فعلا حضرتك بتحبي اللغه، اصل مش اي حد برضو اللغه تحبه، يعني كل واحد انت وتفاعلك مع الحاجه، يعني لو حد فعلا بيحب لغه هي هتديله منها، لان هي لغه اصلا ثريه جدا وممكن يطلع منها حاجات حلوه قوي. انا يعني من اغلى لغات العالم حقيقي والله، احنا لازم نعتز بيها جدا. وانا مش حابه خالص 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 خناقه الفصحى والعاميه اللي بتتعمل على انستجرام وعلى فيسبوك، ويبقى حد بيشجع فيلم جدا 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 لانه عاميه، بس لمجرد انه عاميه بس انت حسيت الفن اللي فيه لمسته يعني، او حد بيشجع جدا 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 فيلم علشان بس لمجرد انه فصحى. طب هو فعلا عاجبك ولا لمجرد انه فصحى؟ يعني عاجبك فيه ايه طيب، ولا وايه مش عاجبك في التاني؟ فالمفروض اللي يتاخد العمل الفني كله كده على بعضه كده ككل، صح، يعني يتقيم على بعضه، ما يتقيمش لمجرد انه فصحى. ليه؟ لان ما يتقيمش لمجرد انه عاميه. عنصر واحد، يعني هو حقيقي مش كل الفيلم بيتلخص في ده. طب انت وصل لك الفيلم ولا ما وصلكش؟ صح. لو ما وصلكش خلاص اوكي بلاش ما تتفرجش، لكن اشجع جدا لمجرد انه كده او اشجع كده لمجرد انه كده، حقيقي انا بتصدم يعني انا بتضايق جدا يعني افلام بتبقى ليا او شايفاهم بيحيوا فيها جدا لمجرد انها فصحى، مش لانه فيلم حلو، مش لانك بجد بتحبه حقيقي. هي خناقه غريبه انا مش شايفه لها مبرر، انا مش فاهماها بصراحه مش عجباني خالص الحقيقه. ما كل واحد يعني، عايزه اقول لحضرتك احنا مثلا اسمنا ديزني بالمصري، بس دي علشان اسم الصفحه الاساسيه اللي طلع منها الراديو، تمام؟ مش برضه عشان فكره التحيز، ولكن يعني انا حسيت كده من كلامك بصراحه انه لا انتوا اتفرجتوا فعلا على افلام عادي بنتفرج على كل حاجه ونشجع الحاجه الحلوه يعني. لا في خناقه رهيبه دايره الحقيقه بس ارجع تاني واقول ان فعلا في ناس مثلا عامله صفحات اسمها ديزني بالفصحى مثلا. ايوه لا دول خناقات، انا عايزه اقول لك خناقات. احنا عندي والله فعلا يعني متعصبين، عندهم لويالتي جدا، لويالتي رهيب لشغلي ويحبوه قوي، بس لو انا منزله حاجه هم مثلا بيشجعوا فصحى وعامله حاجه عاميه ولا يعرفوني ويزعلوا ولا يعرفوني اصلا، ساعتها خلاص انا ما يعرفونيش. عملت حاجه قبل ما يشوفوها اصلا يبقى ده فيلم اللي هيكسر الدنيا يا جماعه. مش كده طبعا. انا بقول اهو الواحد يشوف الحاجه الحلوه، يشجع الشغل الحلو، ملوش. طب ما ممكن حاجه عاميه وتبقى مش حلوه او تبقى مش مبذول فيها مجهود كفايه فتبقى صايصه قوي ولا يعني. واحنا في مصر الحقيقه احنا شاطرين في صناعه الدوبلاج، سواء فصحى سواء عاميه سواء، يعني لو هنعمل ايه كده يا جماعه، احنا عندنا فنانين حقيقيين، عندنا صناعه كبيره، مخرجين وفنيين ومديرين انتاج شركات كبيره وممثلين حقيقي، نجوم حقيقي والله مش واخدين حقهم. طب انا عايزه اسال سؤال بقى، بس حاضر يا عمرو، كلهم عمالين يكتبوا كومنتس، انا اسفه انا فصلت منهم وسرحت سرحت معاكي انا في الكلام. طبعا عمرو اللي هو عامل دور السمكه اللي هو البوجل. ايوه لا انا لازم بصي يعني قبل ما نقفل ارجوكي طبعا لازم تقولي لي مين عامل ايه ومين اللي كاتب يعني لازم تعرفيني عليكم واحد هو كاتب كده. هو انا عايزه اعرف راي استاذه مي في الحاجات حاضر يا عمرو والله، بس هقول السؤال اللي في بالي نسيتهولي الله يسامحك نسيته. افتكرت. ايه اكتر صوت بتحبيه في المجال في الدوبلاج؟ اكيد في صوت مميز. والله انا متحيزه لكم جدا يعني. يا لهوي الاجابه دي مش غيره بس حبيبي يعني حسام اللي كان
كان عامل دور، كان عامل يعني كذا سيزون من مايكل، من انجلو، انجلو يحيى انجلو. ايوه هو وكان عامل في نينجاجو، كان عامل زين، ويعني هو فويس اوفر جامد بصراحه يا جماعه. انا متحيزه له جدا جدا وبطبله من هنا لبكره. والله لازم يحصل ده لو ما حصلش يعني. من اشطر الناس، اشطر الكتاب ومن اشطر المخرجين ومن اشطر ممثلين دوبلاج. لا انا صوته مميز برضو جدا، بس انا يعني بحس كده ان لو فعلا اللي بيعمل الدوبلاج ممثل حقيقي، ممثل دارس، انا ده رأيي بصراحة يا جماعة. كلهم ممثلين حقيقيين، فعشان كلهم فنانين بالظبط حقيقي بجد. انا مش دارسة ولا علشان ده شغلنا يا جماعة. ممثلين دوبلاج مش سهلين. دول مخلصين التمثيل كله على بعضه كده وبيقعدوا يمتعونا بعد كده. طب هو انا في ناس بتزعل من الحتة دي، وانا والله العظيم في قلب الموضوع انا مش دارسة يعني تمثيل ولا كده، بس انا مقتنعة ان اللي لازم يمثل دوبلاج يبقى دارس حاجة اكاديمي، ويبقى يعني دايس في المجال اصلا وهم كده. الحقيقة ان هم كده ان كل المجال كلهم اكاديميين وكلهم ممثلين دارسين تمثيل وشاطرين جدا في اللغة، سواء فصحى يعني ينطقوا صح وبيتكلموا صح ومخلصين. يعني دول الاستوديو بيبقى بالساعة، فبرضه ما يدخلوش اي حد كده يقعد يضيع وقت. لازم اللي بيدخل بيبقى مخلص. يعني انا نفسي بقى ناس كتير قوي بيبعتوا يقولوا لي طب واحنا عايزين نشتغل في الدوبلاج وندخل الدوبلاج ازاي؟ يا جماعة لازم اللي عايز يدخل دوبلاج لازم يتدرب دوبلاج، لازم يدخل ورشة دوبلاج مع حد شاطر متخصص جدا في الدوبلاج ومتخصص في الدوبلاج، مش اي حد برضه، عشان في ورش كتير يعني بيكسبوا كده على الفاضي يعني مش متخصصين. فاحنا لازم نسأل كويس جدا مين اللي بيدي الورشة، ولازم ناخد مع حد متخصص لو حد عايز يشتغل دوبلاج بجد، لانه الدوبلاج بيبقى في استوديو لازم يبقى حد مخلص يعني حد ينجز، حد بيقرا في السكريبت، سواء بيقرا فصحى سواء بيقرا عاميه مشكله في التشكيل يعني، وشايف الصوره قدامه وحاطط على دماغه هيدفون بيسمع لغه تانية، حد بيتكلم في ودانه بلغه تانية وبيمثل في نفس ذات الوقت. انا شخصيا ما اقدرش اعمل اللي هم بيعملوه ده. يعني هي حاجه مش سهله يا جماعه، حاجه مش سهله ومش لعب. يعني انا نفسي اوصل بعيدا عن زمايلي طبعا، اصحابي واسرتي الجميله، اسره الراديو، هم مدركين اصلا للحته دي جدا، كل اللي بعملوا معايا مدركين للنقطه دي. بس انا بتكلم عن الناس اللي بتقعد تبعت، ما احنا بيتبعت لنا على فكره، يعني مجرد ان احنا بننزل مثلا حاجه احنا عايزين نشتغل معاكم، طب احنا وصلونا استديو يا جماعه، طب احنا اصلا ذات نفسنا مش في السكه دي اصلا، احنا بنعمل حاجه زي كده فور فن، يعني حاجه احنا بنحبها ومبسوطين بيها بنعملها فور فن، مش عشان يعني الموضوع مش هزار مش لعب. لو هو جد يعني شوفوا انتوا لو بتعملوا مشهد زي ده بياخد منكم وقت قد ايه، سواء كتابه او تحضير او تمثيل او تسجيل او مونتاج. دقيقتين خدوا مننا مثلا 3 ايام يعني. ده انتوا كده فاكرين جدا على فكره. والله يعني كلنا مع بعض ومخلصين جامد. الموضوع مش سهل خالص. في حد يعني سأل سؤال انا مش فاكره مين بصراحه، بيقول هل في خطط قادمه؟ هل بقى عند حضرتك في افلام مثلا لسه ما نزلتش بتشتغل عندي بقى شويه حاجات. ايوه عايزين شخصيات. ما هو المشكله بقى ان انا اقدرش اتكلم خالص عن الشغل اللي انا بعمله. تمام. ده بيبقى يعني اتفاقيات وعقود وحاجات انه ما ينفعش خالص نتكلم عن شغلنا الا بعد ما ينزل بوقت كافي كمان، مش مجرد نزوله. بس في يعني حاجات شغالين عليها ان شاء الله. باذن الله هتشوف حاجات حلوه جدا وهتعجبك باذن الله. وعمية وفصحى بصوا مدلعاكم. مدلعينا خلاص. ماشي مستنيين، احنا مستنيين ان شاء الله باذن الله. طيب وانا اسفه ان انا مش قادره اتكلم عن الشغل اللي بعمله. لا خالص، لا طبعا دي امانه طبعا. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني الشباب دلوقتي اهو بيقول اتمنى يعني. لا ان شاء الله هتعجبنا طبعا. بصي يعني حضرتك بيبان كل واحد الدافع بتاعه ايه في الحاجه اللي بيعملها، ودي حاجه من قلب الحدث اهو. يعني الحاجه الحلوه او اللي معموله بحب بتوصل للناس بسهوله، مش بتحتاج بقى شغل كتير بقى ولا تسويق كتير ولا الكلام، بتوصل على طول بدون اي مجهود. الحمد لله. فحضرتك من الناس دي هو اهم حاجه انه احنا حقيقي بنعمل الشغل ده عشان احنا بنحبه.
يعني ده شغفنا وده هوايتنا وده مصدر دخلنا كل حاجة. يعني هو بالنسبة لنا حياتنا كلها متمحورة حوالين الشغل ده. انا بعمل لازم اوصل تحياتي، توصلي تحياتي للاستاذ حسام طبعا، وقولي لنا كلنا يعني، قولي له بقى اسره هو الراديو. بيسمعكم وهو بيسمعكم دلوقتي. يا لهوي انت ليه بتصدمي ويسلم عليكم واحد واحد. هو في صدمات كتير اليومين دول. ده شرف والله. يسلم عليكم كلكم واتفرج على الفيديوهات وعجبها جدا، ويعني معجب قوي قوي بمجهود حقيقي والله. شكرا. وضحكنا كتير. قولي مين بقى، كلميني بقى دلوقتي. انا كنت يعني ده شرف ليا ان حضرتك سمحت لنا ان احنا بقى ايه، انا هاخد المايك بقى واتكلم كأن انا اللي بتحاور. ايوه ارجوكي كلميني عن المشهدين احلى من بعض. هو لسه في مشاهد تانية، ويوسف بيقول احنا هنعمل المشهد بتاع أيوة بقى يلا التحول بتاع الذئب الناري طبعا. بصراحة عمرو عمله حلو قوي، بس لسه فاضل ويوسف برضو بدأ فيه، بس هو عامله خطير بصراحة. انا اتصدمت ان احنا في الاول وفي الاخر برضو ما كناش لسه حاسين ان في حد يطلع منه مثلا حاجه زي كده يعني. لا والله جمال جدا جدا وشرف واضح. فريق يعني جميل. انا لولا الفريق بتاعي ده ولولا اصحابي دول اللي هم اسرتي دلوقتي ما كنتش اعرف اعمل اي حاجه خالص، ولا كنت اعرف اعمل حاجه زي الراديو ده. فانا بشكرهم طبعا من هنا لحد بكره. الفكره جت ازاي بقى؟ زي ما قلت لحضرتك، انا اتفرجت على سوابد وعجبت بيه جدا بشكل بقى اوفر. هم حتى قالوا لي انت ليه يعني مقفوره كده؟ قلت لهم انا اديت نفسي اسبوع بحاله عشان اهدي عارفه اللي هو التحيز، اهدي التحيز شويه عشان احكم عليه صح لما اشوفه تاني. لقيتني برضو عاجبني قوي. فالمهم احنا جينا في مره كده بعد حلقه راديو، كانت حلقه الصراحه مخيبه للامال، النت عمل مشكله فالحلقه ما كملتش، فانا كنت محبطه قوي قوي ان انا بقى تعبت في الحلقه وكده، وفي الاخر النت يعني قطع بقى، وكانت قصه مش حلوه. فعشان نفرح نفسنا قلت لهم يعني، هم اقترحوا عليا تيجي نعمل حاجه كأن احنا في الحلقه نمثل مع بعض، نعمل اي حاجه دوبلاج نقلد الشخصيات. قلت لهم ماشي، انا في بالي حاجه ومش عارفه هتطلع ازاي. انا تخيلت ان السمكه البوجل دي في الفيلم انها صعيدي وبتتكلم صعيدي، يعني دي هي الفكره جت كده. فتاني يوم على طول لقينا عمرو باعت الفيديو بقى وهو عامله بالسكريبت بقى بتاعه اللي هو حكاه ده، اللي هو شجره منشفه وناشفه والحاجات. وايه طبعا دي بناري يا مراري. ايه اكتر حاجه طيب عجبتك في الافيهات بتاعت الفيديوهين؟ والله كلهم عجبوني والله، يعني بجد كله عجبني حقيقي. الكاركترز وطريقه والفلاحين والحشرات. طب الحشرات دي بقى انت متخيله ان دي عملت ازمه؟ انا بقى برضو بستغرب من حاجات كده. يعني انا اقترحت الفكره ان انا حسيت انها في السياق، يعني الحشره دي اصلا اسمها خنفسه الروث، يعني هي طريقه تغذيتها كده حاجه. يا جماعه ايه اللي وحش في كده يعني؟ مش فاهمه انا ايه المشكله. الناس يعني هو كانت عامله مشكله عند مين؟ عند حد اعترض على فكره ان ازاي تقولي كلمه اللي هي ايه قرص الجله دي. قلت لها ده الجله يعني عادي، دي بتتقال عندنا في المسلسلات على طول. بالظبط. ايه المشكله؟ وبعدين في السياق، انا اخترت الحشره دي انها تبقى عشان تبقى في السياق، مع ان المشهد ده هو في الفيلم مشهد عابر خالص، مشهد مش مهم قوي يعني. لا كانت فكرته بس انه يعرفوا انه بيكلم مخلوقات تانية تفهم لغتهم، وان هم يستخدموا الروث ده او البيبي ده في ان هم يغطوه عشان ما تظهرش، عشان ما يتشمش. بس احنا بقى انا حطيت عليه هايلايت، يعني برضو دي كانت الفكره دي شعشعت قوي بقى في دماغي، ان انا عايزه احط هايلايت على الخنافس دي وتبقى هي دي الافيه بتاع الفيلم، يعني المقطع ده. بس فالفكره بقى جت كده وكل واحد كتب. ربنا يخليك. يوسف عندنا يوسف المهدي هو اللي عامل دور اولي اللي هو الطائر الاخضر ده، ومحمد مصطفى هو دور الخنفسه اللي هو عدي يومك كان شراح يا ولية مع ان هو عمره ما اتكلم فلاحي خالص. ما أنا يعني الحكايه جت بالصدفه. وعمرو صدمنا برضو لما اتكلم صعيدي. ما يعني الكومنتس على الفيديو كومنتس من ناس صعايده بيقولوا ان هو جايب اللهجه بالملي، فانا مش فاهمه ده ازاي. والله ما اعرفش ده ازاي حصل. وطبعا معانا هدى سيد ومحمد شعبان هم اللي كانوا ماسكين الكتابه. وانا بحب الاصوات وبحب اجيب الفكره، يعني انا بحب مثلا اطلع الفكره واحب اعمل حاجات بصوتي، بس مش بحب الشخصيات الطيبه بصراحه. فانا مش شاطره قوي في الشخصيات الطيبه، انا شخصيات شريره بس.
فهم قالوا لي ساعتها ده ايفي دي كأن هي انتي بالظبط، نفس التسلط ونفس انا بتعامل معاهم كده اصلا، اللي هو بقول لكم ايه، محدش يقول كلمتي اللي هتمشي. فهي الشخصيه كانت شبهي بصراحه، ولو ان انا حاسه ان الصوت مش ماتشنج معاها قوي، ان هي عصفوره عايزه. لا والله كل الاصوات حلوه جميله جدا. ده من ذوق حضرتك والله. ده والله شاطرين جدا. انا مبسوطه يعني الحماس موجود والشغف موجود والكتابه حلوه موجوده والمونتاج حلو وظابطين يعني ديوريشن وليبسينك على قد ما تقدروا. فلا طلع شغل لذيذ والله. اصل كل واحد برضه في بيته، كل واحد في محافظه، فالموضوع اصلا فكره ان هو يطلع من كل التوزيعه دي. والله يعني كويس قوي ان ده حصل اصلا، يعني ده انجاز طبعا. لا والله جميل. فاحنا بقى جميل جدا وانا بشكركم عليه، وانبسطت قوي لما اتفرجت عليه وكنت غيرانه انه ايه ده الفيلم ده ما اتعملش عماد، كان هيبقى حلو والله. ما جاش في بالي. بس لا هو بصراحه ما كانش هيمشي كده صح، برضه دي كانت هتبقى خيانه برضه للفكره بتاعت الفيلم. انما طبعا الفيلم جميل والله العظيم. انا في كل الكومنتس بكتب يا جماعه الفيلم بالفصحى حلو، لو تلاحظي يعني انا الفيلم بالفصحى حلو، اتفرجوا عليه بالفصحى لان هو له رساله وفيلم مناسب جدا. شجعي صناعه بلدك. مشجع ماشي. صناعه بلدكم شويه يا جماعه. ونشجع اهو. واحنا بنعمل فصحى ونعمل عاميه وبنعمل هايبر وبنعمل كل حاجه والله. دي اللي ندي جميع الاذواق. هو بقى عمرو اهو بيقول البلوت تويست بقى، استنوا الفيديو بتاع البلوت تويست بتاع تحول البوجل للذئب الناري. يا جماعه ده انا اتخضيت وانا بعمل الفيلم والله. يعني وانا بتفرج انا شخصيا اتخضيت. ده سمكه وديعه قوي، ايه اللي حصل فيه جدا. انا كان بالنسبه لي علاء ولي الدين. يا لا علاء ولي الدين جدا. انت عارفه ان كل الناس بتشبه السمكه دي دلوقتي بهالاند اللي هو بيلعب في النرويج. دي حاجه غريبه قوي، عندكم انت غريب جدا. لا هالاند اطيب كتير يا جماعه. والله كيوت، والله هالاند كيوت جدا والله. انا شايفاه كده. شايفاه طفل عملاق كده، طفل عملاق ويطلع منه تحسيه شخصيه كرتونيه، يعني هو كانه طالع من فيلم كرتون جدا والله. والله. لا هو الصراحه كانت تجربه جميله قوي، وهنستنى ان شاء الله راي حضرتك برضو هو اوريدي في 4 مقاطع اتعملوا وخلصوا، بس طبعا ان احنا ننزلهم بالتدريج اكيد هنستنى راي حضرتك. وانا خدت كلمه بيبي بص وخلاص انا هصدق على الموضوع. ايوه يلا ورينا الحلاوه. هتيجي ان شاء الله في الطريق باذن الله. وطبعا انا مش عارفه اشكرك ازاي على الفرصه الجميله والله قوي. انا اللي بشكركم، متشكره جدا جدا ليكم. احنا مبسوطين قوي، كلنا مبسوطين. طبعا الكومنتس يعني اتمنى ان حضرتك بعد ما الحلقه تخلص تقريها، لان في كلام كتير حلو وموجه لكل الناس اللي اتكلمنا عنهم ولحضرتك، بس انا مش هعرف اقراها كلها طبعا عشان الحق اطلع بحوار حلو ومثمر. شكرا لكم على الوقت الحلو ده والله. شكرا. انا مبسوطه قوي وشرف ليا ان انا اتعرفت على حضرتك وعلى اسرتك الجميله كلها احنا خلاص بقينا عيله مع بعض. طبعا احنا اسره ديزني وراديو وديزني، اسره الراديو. ايوه. وان شاء الله مستنيين الاعمال اللي حضرتك هتشتغليها قريب، ونبقى لنا مكالمه ثانيه. هستنى رايكم دايما ان شاء الله لما الافلام الجديده تنزل هنتكلم عنها برضو ونتكلم مع بعض. وميرسي على الوقت الجميل ده. ميرسي ليك يا ساره. شكرا حضرتك جدا. ميرسي. مع السلامه. ماشي يا حبيبتي. باي باي. يا جماعة الوقت عدى بسرعة جدا. انتوا متخيلين ان عدى ساعة ونص بحالها. الوقت عدى هوا بطريقة غريبة، مش فاهمة في ايه. طبعا انا مش هلحق اعمل فقرات بقى تاني، 1.5 ساعة مش هيبقى كفاية الصراحة ان احنا نعمل فقرات تانية. فانا اسفة والله ان انا مش عارفه اكمل باقي الفقرات، بس انا مبسوطه قوي، حاسه ان احنا كلنا مبسوطين. حوار جميل قوي بجد، وشخصيه حاجه كده مش موجوده. ايه ده، ايه الكياته دي. استاذه مي بصراحه كيوت وفي نفس الوقت فريندلي جدا، وصوتها حلو. معلش اكتبوا لها يا جماعه، صوتها حلو، صوتها مناسب جدا على حاجات لذيذه كده وحنونه يعني. فانا مبسوطه جدا بصراحه، وهنكمل يا جماعه. اهو جالنا تصريح رسمي ان احنا لازم نكمل في الموضوع. طبعا كل الشكر للاستاذ حسام ان هو سمعنا، والفنانه حنان طبعا عادل. بجد انا مبسوطه جدا باللقاء ده، واتمنى ان يكون في لقاءات مع كل الناس اللي ظهرت هنا. انا اتمنى ان احنا نعمل معاكم كلكم لقاءات ونتكلم عن بعض ونسمع قصص بعض بشكل ودي اكتر وانساني اكتر من ان احنا مجرد ان احنا بنتفرج او بنتكلم على كرتون. انا بالنسبه لي الانيميشن والكرتون حاجه اكبر بكتير من مجرد ان هي حاجه للاطفال، حاجه يعني مش حتى انترتينمنت بس.
لا هي حاجة كبيرة قوي، بتساعدنا ان احنا نفضل مكملين في الحياة، تخلينا نفصل ونعيش في عالم تاني احنا مش قادرين نعمل ده في الواقع، فبنفصل بيه. اوكي طيب يا جماعة، انا طبعا اخر حاجة كنت عايزة اختم بيها كان مقطع من الهجرة طبعا. حاجة كلنا بنحبها قوي، مقطع من الحاجات الكلمات المشهورة يعني في الفيلم، وهو ده بصراحة اللي انا ناوية اختم بيه. بس طبعا عايزة اقرا شوية حاجات كده عشان احس ان انا مفصلتش، انا حاسة ان انا فصلت قوي. يعني ايه الوقت عدى والله يا شهد، احنا بقالنا ساعة ونص تخيلي. شكرا يا اسراء، فعلا ما شاء الله عليها مبهجة جدا، وفعلا على رأي محمد شعبان هو كاتب أفضل من يكتب الفصحى الحديثة. والله العظيم يا أستاذة مي، يعني حضرتك شخصية جميلة جدا وعندك موهبة حلوة قوي، وطبعا ده ناتج عن الباك جراوند أصلا نفسها، وفكرة الالتزام وفكرة التمثيل. حد عنده باك جراوند للتمثيل بيعرف يجيب الكلمة، بيعرف يجيب النغمة. يا محمد مصطفى، يعني ايه ما نختم يا جماعة الساعة 10 في ايه؟ فعلا هي انسانة متواضعة جدا، وانا اتبسطت قوي باللقاء ده، وان شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية ونتكلم عن الافلام الجديدة. طيب قبل ما نختم نلعب لعبة سريعة. بصوت انا جاية واحنا بنختم وانت بتيجي، انا سايبة في الاخر، كلكم بتيجوا في الاخر. اوكي انا جيت متاخر قوي يا ساره، نكمل ساعتين كمان؟ ماشي يا افنان، حاضر عينيا. انا عليا اكمل 3 ساعات عشان كانش في حلقه الاسبوع اللي فات. طيب ما تعالوا نلعب لعبه، تعالوا نلعب لعبه سريعه كفقره. استنوا كده بس اما نجهز. ايه انا كان معايا اقتباسات، والله اقتباسات، بس انا بقول نلعب لعبه تانية، مش لازم اقتباسات. او انتوا اقترحوا عليا حاجه، يعني اقترح عليا حاجه. طبعا انا عماله اقرا الحاجات بتاعه الفيديو. مين متحمس يا جماعه للفيديو الجاي؟ صحيح مين متحمس للفيديو الجاي اللي هننزله بتاع فيلم سوابد اللي هو في كل جسد حكايه؟ الفيديو الجاي هيبقى اللقطه اللي هي ايه بتاعه الشلاله. انا غششتكم اهو. ميرسي يا شهد، انا كمان والله العظيم بحبكم كلكم. لاعبوني وانا بغسل المواعين، والله العظيم احلى حاجه تسمعيها وانتي واقفه في المطبخ وبتغسلي المواعين او بتطبخي هي راديو ديزني بالمصري، والله عن تجربه. انا بحس ان انا نرجسيه قوي وانا بسمع نفسي وانا بشتغل، يعني انا عشان اعمل حاجه في البيت اسمع نفسي. الفيديو نازل بكره ان شاء الله، الفيديو هينزل بكره على الصفحه، تمام؟ فاستنوا الفيديو، بجد خطير ومضحك جدا برضو. كل الفيديوهات بصراحة اللي عاملينها مختارين مشاهد هي عارفين انها هتبقى حلوة او هيطلع منها حاجة حلوة. وكلنا فان الخنفسة، اسمه حمدي بالمناسبة ومتذكرش اسمه بس انا سميته حمدي، اللي هو ايه عدي يومك يا انشراح بدل ما هج واسيب لك البلد دي كلها خالص. طيب استنوا كده بقى اما نشوف الحاجات اللي انا كنت كاتباها معانا. اقتباسات سهلة اوي. لو ترفضوا البحر اهو، لو ايوه تاكلوا جاتوه، احنا موافقين. يلا دي منين الاغنية دي او الاقتباس ده؟ مين اللي قاله؟ بعتيلي اهداء سايبه خطوبه جارتي وافتتاح محل صاحبتي وقاعده اسمعكم، ده كل ده يا شذا، كل ده طبعا منوره يا شذا والله العظيم، وميرسي جدا ليكي على انك بتتفاعلي دايما وبتدعمي كل حاجه احنا بنعملها. انا ما بنساش حد على فكره خالص يعني، بس سايبه خطوبه صاحبتك وسايبه افتتاح المحل، لا لازم تجامليهم برضو، احنا نخلص وانتي ترجعي. شكرا يا افنان. وطبعا امنيه، يا لهوي امنيه، ازاي اقدر انسى امنيه انشراح؟ امنيه طبعا نسيت اقول الافيه بتاعك يا انشراح والله، اللي هو جرى ايه يا راجل. وانا هفضل مستنيه كده كتير، ده ايه الحزن اللي انا فيه ده. منوره طبعا يا امنيه، انت ابدعتي في الدور بتاع الانشراح. ماشي كله قال كابتن هوك، كابتن هوك ده كان اقتباس سهل. طيب تعالوا نشوف اقتباس تاني. الخلجة دي مش غريبة عليا واصل، دي بقى من الحاجات بمناسبة ايه اللي احنا عاملينه. الخلجة دي مش غريبة عليا واصل.
ميرسي يا موانا، انا كمان بحبك والله. شفتي انا قلت اسمك النهارده في الحلقه على فكره، قلت انك بتحبي فيلم الاشرار وبتحبي وولف. اوكي طبعا احنا دلوقتي هنلعب بس بسرعه يا جماعه ها. الحمامه في بولت، وشاهد برضو بتقول بولت. ماشي سهل والله. طب اللي بعده اصل اكتر نام، مش عارفه ده ايه، انا بقرا حاجات دلوقتي. ماشي سهل برضو اللي هقوله ده، اللي هقوله ده سهل. لا طبعا اللي فات دوت كان بولت طبعا. ماشي الحمامه اللي في بولت. طيب ياما رجال عملهم ابطال وطلعوا عيال عايزين دادات، ده من فيلم ايه؟ ياما والله بدأت أخرف. ياما رجال عملهم أبطال وطلعوا عيال عايزين دادات، اوعى تصدق اللي اتقال، دي حوادث يا ابني وحكايات، يا ابني البطولة دي صنعة سوقها راح. أنا شفته قبل كده. أيوة معلش يا إسراء، هو فعلا ساعات الصوت بيوصل متأخر. اسمه زاجل وبرجل. أيوة ماشي. شاهد قالت هرقل. ده الجني في علاء الدين الجزء التاني، اغنية عيد وكرنفال ده. ده اللي انا قلتها وما كنتش عارفة هي دي ايه. اوكي ماشي. انما طبعا اللي فاتت بتاعت هرقل. ماشي. شدة وتزول، شدة وتزول، شدة وتزول. دي بقى تريكي شوية. ليه بقى؟ عشان شدة وتزول دي اتقالت مرتين في الافلام، بس اللي انا بقولها دي اتقالت 3 مرات. شدة وتزول، شدة وتزول. دي من فيلم ايه؟ زي التحفة الفنية، عايزة القلب الحار، مش عضلات ومجانس، اكبر من كده خالص. انا بحب اغاني هرقل طبعا، مش محتاجة اقول. اللي بعده ده شدة وتزول، شدة وتزول، شدة وتزول، مش شدة وتزول زي غيرها. في فرق. صح ايوه. صح كله جابها صح. خوخة من نيمو اللي هي نجمة البحر. صح. فاطمة جت متأخر يا جماعة، انت لسه داخلة دلوقتي يا فاطمة، انا مفتقداكي ولا انت دخلتي وخرجتي تاني؟ انا مش فاكرة. ومحمود، والله العظيم يا محمود، انا مش ناسيه اغنيه ساعه ما حبتني، والله العظيم حملتها لك وعملتها من غير ميوزك عشان نعرف نشغلها. فانا بصراحه استنى كده هشغلها لك دلوقتي قبل ما اختم، عشان انت بقالك 3 حلقات قلت ان انت عايزه، وكل مره الظروف مش بتسمح ان احنا نشغلها بشكل او باخر، ولكن سوف نقوم بتشغيلها الان عشان نبقى نختم بقى بعد كده بالجزء اللي هو بتاع فيلم الهجرة. لازم نختم بالهجرة طبعا. هنروح نسمع حتة من أغنية ساعة ما حبتني من فيلم توي ستوري 2 حكاية لعبة، الأغنية بتاعت جيسي. وانت بالنسبة له أعز صديق، ولما أندي بيلعب بيك بتبقى مع انك ما بتتحركش بتحس انك حي، لأنه هو شايفك كده. هو انت عرفت ده كله ازاي؟ علشان أميلي كانت كده، كانت كل دنيتي. ساعة ما حبتني ضحكت ليا الدنيا، كل ساعة عشنا فيها لسه جوا القلب. لما تزعل يوم امسح ليها دمع العين، لما تفرح افرح لها ويزيد حبي ليها. يا فرحتنا احنا الاتنين، والحب اتجمع بين قلبين، العالم كله لينا محدش تاني فيه. لما تكون وحيدة قلبي وياها ونيس، عايش في حبي ليها.
نكتفي بهذا القدر من الاغنيه الحزينه دي عشان احنا مش عايزين فايبس حزينه. بس انا شغلتها والله عشان محمود هو اللي كان طالب الاغنيه دي بقاله 3 حلقات وانا مش شايفاه اصلا عمل اي رياكت ولا حاجه. اعملوا له منشن عشان يعرف ان انا شغلتها والله. ازيك يا طايع منور؟ انت جيت متاخر بس انت كاتب اهو انك موجود من اول حلقه بس من موبايل تاني. اوكي ماشي، هنسامحك المره دي طالما كنت بتسمعنا. انا مش هفتكر خالص طبعا يا محمد، لو اسلام لسه معانا هو اللي يفتكر اسم اللي كانت بتغني، انا مش هفتكر خالص دلوقتي. المهم ان احنا يا جماعه بقى لازم اختم معاكم دلوقتي علشان ورانا شغل كتير قوي، ورانا شغل كتير. ورانا طبعا ان احنا ننزل الفيديو الجاي، ورانا ان احنا نخلص المشهد بتاع التحول، ورانا كمان ان احنا نبدأ بقى في الافلام الجديدة زي ما اتفقنا وزي ما خدنا تصريح رسمي. تمام. الجزء التاني طبعا من توي ستوري جميل والاغنية دي من احلى الاغاني بصراحة يعني في السلسلة، جميلة جدا بس هي حزينة قوي، بالذات بقى الجزء التاني. انا شغلت الحتة الاولانية اللي فيها شوية حاجة حلوة، انما التانية بقى اللي هي بتاعت لكن ايديها غابت فين وسابتني ليه، مش لا صعبة بصراحة. تمام كويس يا محمود ان انت سمعتها، انا شغلتها لك اهو. خلاص كده بقى عشان بعد كده اللي يطلب حاجة يبقى عارف انها تشتغل حتى لو بعد 3 حلقات لو بعد شهر. اوكي، هل بقى في حاجة تانية يا جماعة تتقال؟ ما اعتقدش. الحلقة الجاية ان شاء الله تبقى حلوة برضو زي دي، بس الله اعلم مين اللي هيبقى الضيف معانا، محدش لسه عارف. يلا نروح نسمع الحتة بقى بتاعت الهجرة عشان انا هختم معاكم، وبعد كده نسمع المقطع ده نقفل بيه الحلقة. انسب حاجة بصراحة نقفل بيها. صح يا نسيبة، منسية مرمية عدوا سنين وشهور وايام، لما بصت وافتكرتني او لما جت وافتكرتني حسيتها زي زمان. هتناديني. انا مش بعرف اغني طبعا. تمام، لو هنشوف تحفة زي قبل كده مسامحة ان انتوا تختموا دلوقتي ان شاء الله. ان شاء الله الحلقة الجاية يعني في اخبار حلوة بس لسه مش متأكدين منها، هتبقى الحلقة الجاية برضو جميلة ولا تقل جمال عن الحلقة بتاعت النهاردة. وانا مبسوطة والله بجد قوي. شكرا يا نور. ازيك عاملة ايه؟ يا ابني انا استنيت الراديو 6 سنين، خلوني انا ضيفتكم، ما انت معانا اهو، طالما معانا دلوقتي خلاص. شكرا بجد يا نور، وشكرا لكل اللي سمعني النهارده وكل اللي كان معانا في حلقة النهارده، كلكم نورتوني. ان شاء الله تبقوا معانا كل مرة. انا مبسوطة جدا وعايزة امسي على كل اللي بيسمعني دلوقتي. طبعا كان معاكم سارة سالم من راديو ديزني بالمصري. اقول لكم بقى تصبحوا على خير، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الجمعة في نفس الميعاد على الجروب لحد ما يجد جديد. احتمال الحلقة الجاية لا اللي بعدها تبقى بقى رسميا على الصفحة، ونعمل لانشنج قوي جدا للحلقة الاولى اللي هتبقى على صفحة راديو ديزني بالمصري قريب ان شاء الله. شكرا يا هدى، شكرا يا هبه، شكرا يا عمرو ومحمد مصطفى وكل اسره الراديو. بشكركم لايف اهو، شكرتكم مره في وسط المعمعه ووسط اللقاء وقدام الاستاذه مي، واشكركم تاني ان انتوا معايا وان انتوا واقفين مع الراديو، وان احنا يا رب دايما نفضل مستمرين مع بعض، وتفضل اسره الراديو دايما حاجه واحده وبتعمل عظمه دايما. يلا نعمل عظمه، يلا نعمل عظمه. يلا تصبحوا على خير. هسيبكم بقى مع المقطع بتاع فيلم الهجره واقول لكم باي باي. وين انتوا اتجننتوا؟ ما ينفعش تبعدوا عني كده. هو اللي خدني. نعم يا اختي، وكمان اتكلم مع بنت. مع بنت؟ ايوه، وقال لها انه عايز يتجوزها. هو ايه ده؟ انا ما قلتش كده خالص. عينيك قالت على كل حاجه. ماما اوكي، اهلا بيك واهلا انستونا وشرفتونا، مع السلامه. ماك ايه؟ قلت اهلا وابتسمت وهزيت راسي، يعني عملت كل اللي عليا. ثانية، سمعت انكم عايزين تنضموا لهجرتنا. افندم، احنا راجعين جامايكا، زرتوها؟ لا. ده مكان تحفة، في هناك بحيرة بتلمع كأن المية بتنور. واو، انا نفسي اشوف حاجة زي كده. يبقى احنا كده اتفقنا، تقدروا تيجوا كلكم معانا، هتبقى رحلة جميلة. مش معقول، انتوا بجد انتوا بجد ذوق قوي. لا ثانية واحدة واضح بس يا جماعة ان في سوء تفاهم حاصل.
بكل اسف احنا مشغولين الشتا ده، مش كده يا بام؟ مش احنا ورانا البتاع ده ورانا البتاع التاني ده هو. عشان كده يا جماعه مش هنقدر نروح، بس انتوا روحوا استمتعوا بوقتكم ها، وما تنسوش بقى تسلموا لنا على الميه اللي بتنور. طيب هتيجوا معانا السنة الجاية؟ امال السنه الجايه. تمام. بيتهيألي دلوقتي لازم نمشي. اتبسطوا في الرحلة. شكرا. اتبسطوا بالبركة. معلش بقى، البطة دي مش من نصيبك. اللي حصل ده اسمه قلة ذوق. مش كده برضه؟ بس بالبركة. حد يقول كده؟ ادي اخرة التربية الحديثة. مش هما، انت. انا